الناس كلها فاكرة انه شخص ضعيف وحقير لانه بيعرف بس يقيم الحاجات، لكن بعد كده بيتمرن على ايده عند اقوى حكيم في الدنيا. الراجل الوغد ده اللي الكل شايفه خاسر واسم الشهرة بتاعه جامع الزبالة بيلاقي نفسه محبوس من وحوش عايزة تفترسه، مفيش قدامه غير الهروب والقتال، لكنه في الاخر بيوصل لشجرة العالم اللي هتغير حياته تماما وهتديله قوة ملهاش حدود. من زمان كان في شاب اسمه بطلنا اين اللي قرر يموت بعد ما فهم انه فاشل وملوش لازمة ومحدش هيهتم بموته. فاكر لما كان شغال مع فرقة مغامرين اللي كانوا بيعاملوا فيه بقسوة وكانوا بيسموه جامع الزبالة لانه شايل معاهم كل العفش. وقع من التعب بعد ما خلصوا قتالهم مع وحش، لكنه قام تاني عشان يعمل شغله واللي هو استخدام القدرة الوحيدة اللي هو شاطر فيها، اللي هي تقييم الحاجات والمواد حواليه، وده اللي خلاه يبقى في فئة الناس العاديين والضعفاء. بعدين راح يقيم الوحش بعد موته ولقى انه وحش من الرتبة دي رغم اسنانه اللي كانت سي. كان صعب عليه يشيل سنانه الامامية وطلب من زمايله يساعدوه يفتح بقه، لكن المغامر زويد والساحرة جوليان رفضوا يتعاملوا مع الجثة وقالوا له ده الشغل بتاعك كجامع للزبالة. لما بطلنا اين اتضايق من اهانتهم زويد ركله عشان مش عاجبه طريقة نظره ليه، وجوليان قالت له انهم خاطروا بحياتهم عشان يضمنوا امانه وهو مطالب بالشكر والاحترام ليهم. بطلنا كان محبط ومهان، اعتذر لهم وفكر ان الدنيا مش عادلة، وفي الاخر قدر يطلع سنان الوحش من غير مساعدة وهو شغال وهم بيضحكوا عليه. بعدين لقى زويد بيقول له ان السبب اللي خلاه ينضم للفرقة بتاعته هو انه مش عايز يشيل جثث الوحوش بعد قتلهم. بطلنا اين فهم انه مفيش قدامه غير انه يتحمل اللي بيعديه عشان ينجو من العالم ده ويكمل معاهم من المتاهة. فجأة لقوا جثة كلب صيد، وبطلنا اين استغرب ليه حيوان زي ده يكون في المتاهة اصلا، وزويد امره يروح يقيمه فورا. بطلنا اين لقى الكلب من الرتبة بي، وهو بيشتغل لقى زويد جاب جثة كلب تاني، وده خلاه يقلق ان في حاجة غلط. بما ان الخريطة كانت بتقول ان المنطقة فيها ممر واحد بس، زويد تجاهل الموضوع وقال انها غلطة بسيطة. لما بطلنا اين اقترح يرجع من المتاهة زويد قال له ارجع لوحدك، لكن هيضطر يسيب حاجاته هناك لانه هيتشال من الفريق ومش هياخد فلوس المهمة النهاردة. بطلنا اين حس انه محاصر لان لو اتشال من الفريق هيبقى صعب عليه ينضم لاي فريق تاني عشان مهاراته الفاشلة. قرر يكمل معاهم عشان يحافظ على شغله، وفي الطريق لقوا عشرات الجثث قدامهم. بطلنا اين بدأ يقلق اكتر ويتساءل مين اللي قتل كل الوحوش دي. لو كانوا مغامرين زيهم كانوا هيجمعوا موادهم. قبل ما يكمل كلامه ظهر قدامهم مجموعة من الكلاب، وبطلنا اين فهم ان الجثث دي نتيجة معركة بين الكلاب. زويد قرر يهرب فجأة، وبطلنا اين اتصدم لما فهم انه عايز يستخدمه ككبش فدا عشان ينجو من الهجوم، وبيأمر جوليان انها تضربه بسحر شلل عشان ما يتحركش ابدا. بطلنا اين وقع على الارض وهو بيترعش، وجوليان قالت له ان السحر مش هيدوم كتير ويمكن يقدر يهرب لو كان محظوظ. بعد ما سابوه الكلاب بدأت تقرب منه لحد ما هجموا عليه كلهم وبدأوا يمزقوا جسمه بأسنانهم. بطلنا اين حس ان السحر اتلغى من الألم وقدر يقاومهم شوية، اضطر يسيب حاجاته ويهرب بأقصى سرعة ممكنة، لكنه اتصدم لما شاف الطريق مقفول بزويد وجوليان وفهم انهم حصروه نفسه عشان يموت. حاول يدور على طريق تاني لكن لقى نهايته في هاوية مظلمة، ولقى نفسه بيختار طريقة موته، يا يقع في الهاوية أو يسيب الكلاب تفترسه. ووقتها اختار الاختيار التاني، بفكر إن الموت محتوم لأنه اتولد بقدرة ضعيفة. قبل ما يقع تقبل مصيره وقفز في الهاوية ولم نفسه على قبول الإهانة والخضوع للناس اللي فوقه عشان ضعفه وعجزه. بعد السكوت لقى نفسه قاعد في مكان شبه الغابة وجاله إصابة شديدة في دماغه، وبعدها حس حد بيقرب منه وبيلمسه على دماغه ببوسة حنينة، فظن إنه ممكن يكون بيحلم. لما فتح بطلنا عينيه لقى بنت شقراء قدامه. بعد كده فاق تماما ولقى نفسه قدام شجرة ضخمة، واتصدم إنه لسه حي رغم السكوت، وتعالج تماما من كل إصاباته. ولاحظ إن الشجرة بتنقط مية، ولما بطلنا اين قيم المية اتصدم إنها من مستوى اس نفس مستوى الشجرة، وفهم فجأة إنه واقف قدام شجرة العالم اللي كان سمع عنها بس في الأساطير، وفهم إنها بتدي للبشر الطاقة السحرية اللي بيستخدموها في مهاراتهم. بطلنا أين افتكر إن في عالمه شجرة العالم كانت زابلة وماتت من زمان، ومع ذلك البشر لسه عندهم طاقة سحرية، وده خلى العلماء يعملوا بعثات عشان يدوروا على شجر تاني بيعمل نفس الوظيفة بس فشلوا. لكن بطلنا اين حس انه نجح انه يلاقي واحدة جوه المتاهة، وشكر الشجرة انها انقذته من الموت. لاحظ كمان المكان هادي مقارنة بالمتاهة ومفيش اي وحوش حواليه. فاكر اللي عملوه معاه زمايله، فكر انهم مش هيطلبوا حد يساعده وهينسوه، وقرر يحاول يخرج من المتاهة قبل ما يموت من الجوع. وهو ماشي ناحية المخرج لاحظ ان المنطقة دي مش على الخريطة، يعني مكان لسه المغامرين ما اكتشفوهوش، وممكن يقابل اعداء اخطر من الكلاب. ورغم خوفه مفيش قدامه غير انه يكمل الطريق. مسك حجر وراح خارج من المكان، وهو ماشي مفيش اي احساس بوجود وحوش حواليه، فارتاح انه هيقدر يهرب من المتاهة بسهولة. لكن
لكن للأسف اتهاجم من وحش شايل سلاح وخسر أذنه وكام صباع من إيده. بطلنا أين اتفاجئ إنه واقف قدام وحش من الرتبة S أقوى من كل الكلاب متجمعة، وبدأ الوحش يفتك بيه. بطلنا أين حاول بكل قوته ينجو لكنه ما قدرش يقف. قبل ما الوحش يخلص عليه اتدهس من وحش أقوى منه، ولقى نفسه قدام دب ضخم أعمى بطلنا بضربة واحدة، وبعدين الدب شاله وابتدى ياكله. لكن فجأة ظهر شخص غامض من العدم وقتل الدب، وعبر عن استيائه إنه اضطر ينقذ إنسان بطلب من صاحبه. بطلنا أين فقد وعيه من فقدان الدم، ولما فاق تاني لقى واحدة من عيونه اتغير لونها، واتفاجئ إنه تاني قدام شجرة العالم. اتعالج من كل إصاباته ولقى البنت الشقراء قاعدة قدامه وبتضحك. بطلنا أين اتصدم لما ظهر شخص تاني فجأة جنبه وقال له إن بنتها هي اللي عملت له الشاي ده ولازم يشربه بامتنان. لما بطلنا أين حب يعرف هما مين، الست المشبوهة خدت الشاي وأجبرته يشربه، وحبه للشاي خلى البنت مبسوطة وهي مستمرة تبصله. أمها حذرته إنه لو جاله أي أفكار مش كويسة عن بنتها هتخليه يختفي، وقالت له إنها مش عايزة تنقذ كائن واطي زيه. بس بنتها أصرت وقالت له اسمها يوري، وإنها طلبت منه يعبر عن امتنانه ليها لأنها لولا هي ما كانتش تدخلت. ولما عمل كده يوري وشها احمر من الخجل، وامها غضبت جدا، ركلته وقالت له ما يناديش بنتها كده من غير اذن. بطلنا أين استغرب اذا الست اللي قدامه دي هي فعلا ام يوري. قالت له يقدر يفكر فيها كأمه، وقدمت نفسها باسم أورسولا، وقالت له انها حارسة شجرة العالم وشغلها انها تتأكد ان ال9 شجرات في العالم عايشين في سلام. بطلنا أين فهم انهم عايشين جنب الشجرة دي من زمان، وفي الاول افتكر ان يوري بشرية، لكن أورسولا قالت له ان يوري هي شجرة العالم نفسها وبتحميها من لما غرزت جذورها في المكان وبتمثل إرادة الشجرة. وبطلنا أين فهم وقتها ان ده السبب في جمالها الساحق. يوري احمرت من الخجل من كتر بصات بطلنا أين المستمرة، وأورسولا ضربته وقالت له انها ما رجعتلوش بصره عشان يستخدمه بطريقه مش كويسه. بطلنا أين افتكر انه فقد عينه بسبب هجوم الدب واتصاب اصابات قاتله قبل ما ينقذوه. أورسولا قالت له انها عالجته بقطرات من شجره العالم، واضطرت تستخدم جزء منها عشان تعمل لبطلنا عين صناعيه بدل اللي فقدها. وقالت له ان يوري هي اللي طلبت منها تساعده يرجع يبص. سألهم ليه بيعملوا كل ده عشانه، ويوري قالت له انها كانت مبسوطه جدا لما عبر عن شكره ليها اول مره. أورسولا قالت له ان نادر جدا حد يقدر يقع في الهاويه دي، ويوري بتنقذ اي حد يوصل هنا، لكن لأول مرة حد شكرها على اللي بتعمله. ولما الناس عرفوا انها شجرة العالم بقى في ناس جشعة زي بطلنا أين وبدأوا يقطعوا أوراقها وفروعها عشان يكسبوا فلوس. بطلنا أين عبر عن امتنانه تاني لأنهم أنقذوه للمرة التانية، ولما قال لها انه شايفها المنقذة كادت يوري تفقد وعيها من الخجل، وأورسولا ركلته بره بعد ما قدر يتحرك. ويوري حاولت تقنعها تخليه يقعد معاهم شوية عشان ما يكونش في خطر. يوري طلبت من أورسولا تساعده، لكن أورسولا قالت لها بما إنها حارستها تقدر تقعد على مسافة من بطلنا أين بس ومش هتقدر توصله للخارج. يوري حزنت وأورسولا جريت تهديها، وكانت مندهشة إنها مهتمة لإنسان تافه، فاضطرت تساعده بطريقة ما عشان تخلي يوري مبسوطة. أورسولا قررت تتحمل مسؤولية تدريب بطلنا أين عشان يبقى معتمد على نفسه ويقدر يعيش في المتاهة. بطلنا أين حس بالألم إنه هيقدر يخرج من هنا حي وكمان لوحده، وجري عليهم يشكرهم على مساعدته يبقى قوي، ووعد نفسه إنه هيدي كل اللي عنده. بعد كده هو وأورسولا كانوا ماشيين في مكان ما، وسألها إذا كانت هتواجهه في معركة حقيقية. ردت عليه إنه هيبقى كبير العمر قبل ما يخلصوا الدراسة النظرية، وبعدين أشارت لحاجة قدامهم، وكل اللي شافه بطلنا أين كان ظلام. أورسولا اتصدمت وقالت له دلوقتي عنده عيون معمولة من شجرة العالم. قال إنه مش حاسس بأي تغيير، وقالت له أورسولا ده بسبب قلة إدراكه. بطلنا أين افتكر لما الدب أصاب عينه وحس كأنه بيغرق في الظلام. نسب الفضل ليوري في رجوع بصره تاني. لما فتح بطلنا عينه تاني اتفاجئ إنه شايف كل حاجة حواليه بوضوح، وأورسولا قالت له إن تدريبه ابتدى. بعد كده صحت الوحش اللي كان هاجمه قبل كده وقالت له إنه لازم يتفادى كل حركة منه باستخدام مهارته الوحيدة. بطلنا أين قال لها إن المهارة دي بتساعده بس يعرف تصنيف الوحوش والمواد. لما استخدم بطلنا عينه السحرية عشان يقيم الوحش اكتشف إنه يقدر يعرف حركته وتقنياته، لكن قبل ما يتحرك فقد أذنه تاني. وأورسولا عملت حاجز حماية حواليهم واستخدمت قطرات شجرة العالم عشان ترجع له أذنه، وقالت له مهما اتصاب خلال التدريب هتقدر تعالجه تاني. بطلنا أين فهم إنه هيتألم لو ما خدش الموضوع بجدية. أول ما شالت أورسولا الحاجز قيم الوحش تاني وفهم هدف حركة الوحش وطريقة هجومه، واستخدم المعلومة عشان يتفادى الضربة الجاية. بعد ما نجح يتفادى الضربة الأولى ثقته في نفسه ازدادت جدا، لكن أول ما اتلهب بصة أورسولا الوحش هاجمه تاني ومزقه. فهم إنه ما ينفعش يتهور وقرر يتقن مهارته الفريدة عشان يقدر ينجو ويخرج من المتاهة حي. عدى أسبوع بعد كده بطلنا أين بقى أحسن شوية في تفادي هجمات الوحش، لكن كل مرة
مرة يرخي فيها دفاعاته بينتهي بيه الحال بجروح عميقة، وأورسولا تستخدم قطرات شجرة العالم تعالجه وتقول له إنه أخيرا جاب علامة نجاح ووقت إنه يبدأ تدريب جديد. أورسولا قالت له دلوقتي هيحتاج يهزم الوحش بنفسه، وبطلنا أين قال لها إنه مش بيعرف يقاتل، فأورسولا قالت لبطلنا إنه يستخدم عينه عشان يتقن حاجة من غير ما يعتمد على جسمه. أعطته سيف خشبي معمول من شجرة العالم اللي يوري كانت عايزة تديهوله، وهددت إنه لو السيف اتكسر حياته هتكون في خطر. بطلنا أين أخد السيف وفكر إنه كل اللي عليه يعمله إنه يستنى الوقت المناسب ويهاجم الوحش. لما بدأ يضرب اتفاجئ إن الوحش بيتجنب ضرباته. أورسولا قالت له إنه مش هيقدر يسيب الوحش لو ضرباته بطيئة، ولازم يلاقي طريقة يحسن قدراته. بطلنا أين فكر إنه يحط السيف في المكان اللي هيهاجم الوحش فيه، لكنه فشل تاني. أورسولا وبخته وقالت له هل كل اللي عينه تقدر تقيمه هو الحركة بس؟ بطلنا أين فهم إنه يقدر كمان يقيم مسار الوحش. استخدم قدرته الفائقة في التقييم، واتفاجئ لما حركة الوحش بقت بطيئة قصاد عينيه، وقدر يضربه بسهولة. لما قدر يوقعه بضربة واحدة حس إن الوحش كان جاي عليه بسرعة كاملة، وفرح إنه قدر يهزم وحش من الرتبة اس. لكن أورسولا قالت له ما يتهورش، وقالت له يواجه كل الوحوش حواليهم. ظهر المئات منهم قدامهم، وبعد شوية بطلنا أين قدر يهزمهم كلهم بسهولة. أورسولا قررت تدربه على مهارة جديدة، وهي تقييم قدرات الوحوش وجعلها ملكه، وقالت له إن البشر ممكن يكتسبوا قدرات بالممارسة، وإنه هيقدر ياخد خبرة البطل بعينه السحرية الجديدة. لما بطلنا أين استخدم قدرته على وحش اتفاجئ إن جسمه امتص قدرة الوحش بعد ما أخدها منه. حس كأن المعلومة بتدخل دماغه على طول، ولقى نفسه بيكتسب سرعة حركة الوحش، لكن جسمه الضعيف ما كانش قادر يمشي بالسرعة اللي اكتسبها. أورسولا عالجت رجليه وقالت له يفضل يجري لحد ما جسمه يتعود على السرعة. بطلنا أين فضل يجري ويقع ويحاول يركض تاني لحد ما عضلاته تقوى وجسمه يبقى مرن. أورسولا قالت له ما يتهورش، وإنه لسه مش جاهز يواجه الدب العملاق. قررت تساعده بطريقة ما وخلته يقيم قدراتها، ولما عمل كده حرقت عليه كرة نار من غير مقدمات، وقالت له إن قدرتها إنها تستخدم السحر بمجرد التفكير، يعني تقدر تطلق سحر من غير ما تقول تعويذ. بطلنا أين لما قيم قدراتها تاني قدر يحصل عليها، وبعد 5 أيام قدر يستخدم سحر ونار من غير تعويذ، بس كان بيقع من التعب عشان طاقته السحرية قليلة. لكن أورسولا ويوري دايما موجودين يساعدوه. بعد نص شهر تقريبا بطلنا أين قدر يستخدم سحر متوسط ويضرب 1000 كرة نار مرة واحدة، وكمان سحر الرياح. لما أورسولا شافت إنه قوي كفاية قالت له جه الوقت ينتقم من الدب. بطلنا أين حس بالتوتر قدام الدب العملاق، لكن أورسولا قالت له إنه أقوى من أي وقت فات، رغم إنه لسه ضعيف لكنه يقدر يهزم الدب الضعيف ده تاني. لما وقف قدام الدب بدأ يضربه بكرات النار، وبعدين استخدم سرعته الفائقة عشان يتسلل وراه، ونجح يضربه بسحر الرياح. لما الدب هاجمه قيمه وقرر يضربه بكرات نار أكتر لحد ما وقع على الأرض. بعد ما هزمه بطلنا أين حس إن مستوى الدب أضعف من المتوقع، لكنه اكتشف بسرعة إنه هو اللي بقى أقوى من الدب اللي كان هياخد حياته. بطلنا أين اكتسب قوة الدب بعد ما هزمه، وأورسولا قالت له كل اللي عليه دلوقتي إنه يوصل لمخرج المتاهة ويهزم الوحوش اللي هتعترض طريقه. لكن بطلنا أين فهم إن التدريب ده كان الأخير مع أورسولا ولازم يمشي. قبل ما يمشي أورسولا قالت له إنها هتديه هدية فريدة بطلب من يوري. أعطته حجر فخم وقالت له إنه بقايا روح قلب الشجرة. بطلنا أين رفض ياخده لأنه مصدر قوة يوري، وهي بالفعل ادته جزء من طاقتها عشان يرجع بصره. قالت له إن الحجر هيبقى على سبيل الإعارة، وعملت عليه تعويذة ترجعه ليهم لو مات، وزرعته في عين بطلنا السحرية، وقالت له مع الوقت هيكتشف قوة عينه السحرية وهتبقى زي قوة الزعيم. لما راح يشكر يوري على مساعدتها اتفاجئ إنها اختفت وظهرت قدامه تاني. قالت له إنها زرعت بذرتها في عينه عشان تقدر ترافقه في أي مكان يروح ليه، وقالت له إنها هتفيده وتساعده ينجو. بطلنا أين فكر إذا أورسولا موافقة على ده، وبعدها ضربته ضربة جامدة وقالت له إنها أكيد مش عايزة تثق ببنتها مع زبالة زيه، لكن وافقت لأن يوري ما عرفتش حد غيره من يوم ما اتولدت وكانت وحيدة، لكن معاه كانت هتبقى سعيدة لأنه طيب القلب. وطلبت منه يوري يوريها العالم الكبير بعين البطل. بعدين قررت إنها تديه هدية وداع قبل ما يمشي، وعملت تعويذة على إيده تخليه يقدر يخزن أي مواد وأغراض قيمة عايزها. وبعدين اديته سيف الروح اللي عملته مخصوص ليه وزرعته في عين بطلنا قبل ما يبقى ملكه. بطلنا أين حس بقوة الحجر في عينه اليمين. أورسولا قالت له القوة دي هتخليها تتابعه دايما وتمنعه من إنه يحاول يغوي يوري تحت مراقبتها. قبل ما يمشي مع يوري سألها إذا في حاجة نفسها تعملها. لما خرجوا من المتاهة قالت له إنها عايزة تشوف عيلتها وإخواتها. بطلنا أين اتفاجئ إنها عندها عيلة أصلا، وأورسولا قالت له إنها عايزة تزور ال9 أشجار العالم اللي كانوا أصلا شجرة واحدة عملاقة وبعدين اتقسمت وتم إخفائهم في كهوف مختلفة. أين قرر يرد الجميل ويساعد يوري إنها تلاقي عيلتها بالسفر حول العالم والبحث عن باقي الأشجار، ويوري شعرت بالامتنان ليه.
وأرسولا اطمنت إنها هتكون سعيدة وآمنة مع حد زي بطلنا أين. لما بدأوا رحلتهم خارج المتاهة وصلوا لمفترق طرق، وبطلنا أين اتفاجئ بصوت أرسولا جوه دماغه. قالت له خد الطريق الشمال، وقالت له إنها حددت له طريق للخروج من خلال الأسهم اللي يقدر يشوفها على الأرض. بطلنا أين استدعى سيفه واستخدم قدراته عشان يتغلب على الأفعى، ونجح يمزقها بسهولة. بعد كده اتفاجئ بأرسولا وهي بتقيم الأفعى وهو متفاخر، وساعدته ياخد قدراتها بعد موتها. يوري ظهرت وقالت له انها شافته وتم علاجه قبل ما يحس بأي ألم، وبطلنا أين ارتاح انه مش هيحس بالصداع ده تاني، وشكرها وقال لها انه محظوظ انه قابلها، وده خلى وشها يكاد ينفجر من الخجل. بعد كده وصلوا قدام باب ضخم حس انه صعب يعديه. أرسولا قالت له انه لازم يفتح الباب عشان يوصل للسطح بهزيمة زعيم المتاهة واخد نواة المتاهة، لكنها حذرته ان الزعيم اقوى من المتوقع. بطلنا أين قلق من مواجهة التحدي الكبير، ولو خسر كل مجهود أرسولا ويوري هيبقى ضاع على الفاضي. يوري مسكت ايده وقالت له انه هيبقى تمام، وهم كلهم بيشجعوه. بطلنا أين افتكر انه ما بقاش جامع قمامة بيجري وقت الخطر. بعدين راح لنواة المتاهة، وفجأة الزعيم ظهر من العدم. وبطلنا أين لما شاف خطورته طلب من يوري ترجع جواه بسرعة، وبعدين اندفع يهاجمه باستخدام قدراته، وأرسولا بتساعده على طول بتحليل تحركات الوحش. لما الزعيم رماله لكمة حساها كأنها نيزك، لكنه قدر يصدها بمساعدة يوري. بعدين استخدم قدرات الأفعى السامة بتاعته عشان يأذيه، بس الزعيم رد بسرعة بهجوم رعدي. بطلنا أين قدر يتجنب الهجوم وفكر انه هيكون صعب عليه يهزمه. أرسولا قررت تخليه يستخدم تعويذها، وقالت له يوري هتساعده لو كان ضعيف جدا. فأين استخدم تعويذته النهائية مزيج النار والريح. بطلنا أين نجح انه يسبب ضرر هائل للزعيم وحوله لرماد في وقت قليل. مش مصدق انه قدر يهزم زعيم المتاهة من المحاولة الأولى، وحس انه ما كانش هيقدر لوحده، وشكر يوري على مساعدتها. بعد كده استخدم تقييمه عشان يعرف إحصائيات الزعيم. أرسولا قالت له يستخدم قوته على النواة، وبطلنا أين اتفاجئ انه قدر يقيم النواة ويكتسب القدرات اللي جواها. وأرسولا ظهرت من العدم وقالت له انها تقدر تنتقل ليه لانه بطلنا عينه اساسا هي شجرة العالم. بعدين اكتشفت ان نواة المتاهة شبه نواة الروح، وفكرت ان بطلنا ممكن يقوي عينه باستخدامها. بطلنا أين طلب منها تستخدم النواة لتطهير عينه، وبعد ما زرعتها قالت له انه يقدر يطورها اكتر لما يهزم زعماء الكهوف وياخد النواة منهم. بعد ما خرجوا من غرفة النواة اتفاجئ ان الباب اتقفل لوحده. أرسولا قالت له ان المتاهة قفلت الطريق لشجرة العالم بعد ما فقدت النواة بتاعتها، يعني مفيش اي مغامر هيقدر يوصل لشجرة العالم تاني، ويوري هتعيش في سلام للأبد. التلاتة اتجهوا للخروج، وبطلنا أين أخيرا خرج من المتاهة على قيد الحياة. في الوقت ده المغامر الجبان زويد كان بيحكي لرفاقه اللي حصل في المتاهة، وبيحذرهم من الاقتراب من بطلنا أين، وبيقول إن بطلنا أين هو اللي اختار يضحي بنفسه عشان هو وجوليان يقدروا يهربوا، وبيظهر حزين على موته عشان يكسب تعاطف الناس. لكنه متفاجئ لما شاف بطلنا أين كان ورا ظهره على طول بعد ما رجع، وزويد اتضايق إنه ما ماتش زي ما توقع. لما سأله إزاي لسه عايش، بطلنا أين قال له إنه قدر يخرج بعد ما هزم الوحوش. زويد افتكر إنه بيكذب في البداية. باقي الناس اتفاجئوا انه مش فرحان برجوع زميلهم اللي سبق وانقذ حياته. بعدين بطلنا أين فهم انه زويد اخترع كذب عشان يغطي جريمته، وبطلنا طبعا ما ترددش وقال الحقيقة لكل الناس انه هو وجوليان استخدموه كطعم عشان يهربوا من المتاهة. زويد حاول يقنعهم انه عايز يشوه سمعته، لكن الكل اكتشف انه كان بيكذب طول الوقت، وبدأوا يضربوه ويرموا عليه اكل. لكن بطلنا أين تدخل ووقفهم عن ضربه وقال لهم انه لسه عايش، يعني مفيش فايدة من معاقبته. بعد كده افتكر انه مدين لزويد لانه دخله الفرقة، وانه قابل يوري وأرسولا بفضل تخليه عنه. راح له وعبر عن امتنانه ومشي من البار بهدوء وسط دهشة الناس من التغيير المفاجئ في شخصيته. بعد كام يوم بطلنا أين نجح يهزم زعيم متاهة قريب من العاصمة، وطور بطلنا عينه السحرية للمستوى الثالث، لكنه اتفاجئ انه مفيش شجرة عالمية في المتاهة دي. أرسولا قالت له ان ايجاد ال9 أشجار مش هيبقى سهل زي ما كان متخيل. قال لي يوري ان الموضوع ممكن ياخد وقت اطول عشان يلاقي عيلتها. اما في طريقهم صدفوا عربة بتتهاجم من وحوش. بطلنا تدخل وهزمهم كلهم في ضربة واحدة واخد قدراتهم. بعدين راح يشيك على الناس اللي جوه العربة، لاحظ بنت حلوة بشعر وردي واتفاجئ لما جريت عليه وندهته ببطل حياتها. سألت الراجل اللي معاها اذا كان اخوها الاكبر، وقال لها لا واسمه جاسبر رئيس شركة كبيرة. بعدين قال له ان البنت دي اميرة المملكة الثالثة اسمها كلوديا، وانتهى بيه المطاف مدعو لقصر الملك عشان كلوديا تعبر له عن شكرها لإنقاذ حياتها. وبطلنا أين اتصدم لما قالت انها زوجته. رغم ذلك كلوديا قررت تنافسها وتكون زوجته التانية، وجاسبر شرح له انه رئيس شركة مشهورة اسمها جينو. بعدين خدهم للمكان اللي بتتخزن فيه جواهر العالم، وقال لهم انه مهمته حماية الجواهر دي. بطلنا أين اكتشف ان جاسبر كان عارف بالفعل قوة بطلنا،
وعينه السحرية اللي فيها روح شجرة العالم، وحكاله الأسطورة إن شجرة العالم وقفت على الأرض من زمان عشان تهزم ملك الشياطين اللي حاول يدمر العالم، لكن الشجرة استهلكت طاقتها ودبلت وخلت نواة روحها وراها. بطلنا أين بعد كده فهم إن ختم ملك الشياطين كان السبب في فقدان الأرض لشجرة العالم وإنها اتكسرت. بعد كده لقى جاسبر بيقوله إنه كان بيدور على النواة من زمان لحد ما اتقابلوا. أرسولا شدته وقالت له هيعمل ايه دلوقتي؟ هو قال لها انه هيرفض العرض، بس هي ما وافقتش وقالت له انه لازم يقرب منه لانه بيدور على النواة من زمان، وده معناه انه ممكن يعرف حاجات كتير عن ال9 اشجار العالم. بطلنا أين حاول يلاقي حل يرضي الكل وعرض على جاسبر يبقوا صحاب، وجاسبر قبل عرضه دلوقتي وقال له انه يقدر يعيش في القصر من النهارده. ولما بطلنا أين سأله عن ال9 اشجار قال له انها موجودة في اماكن خطيرة جدا وصعب تلاقيها. رغم كده بطلنا أين طلب منه يقول له اللي يعرفه، وكان واثق في قدراته انه يقدر يلاقي باقي الاشجار. تاني يوم بطلنا أين ورفاقه وصلوا للمتاهة السرية اللي جاسبر قال له عليها على امل انهم يلاقوا حد من عيلة يوري هناك. لما بطلنا أين دخل المتاهة وصل لطريق مسدود ولقى أرسولا بتقوله إن الحيطة متكونة بسحر انتقال وإنه هيقدر يعدي الحيطة لو لمسها. لما لمس الحيطة اتفاجئ إنها اختفت وإن المتاهة كانت عبارة عن غابة كبيرة. أرسولا لاحظت إن المكان مليان سحر أوهام بيخلي المتاهة تبان كأنها غابة. بعدين لقى يوري بتتكلم مع حد مش موجود. بينا كانت بتتواصل معاهم من خلال بلورة سحرية، واتفاجئت إن أختها متحالفة مع إنسان قالت لهم إنها مستنياهم في آخر المتاهة. ولما بطلنا أين طلب منها تنقلهم ليها رفضت وأجبرته يمشي المسافة. بعدين أضافت إنها كانت حاطة ليه أفخاخ في كل المتاهة، والمتاهة أصلا مليانة وحوش وما تقدرش تضمن سلامته. يوري أخدت ده كتحدي وقررت تبذل أقصى جهدها. لما بدأ يتحرك بينا لاحظت إنه واثق زيادة عن اللزوم وحذرته إن متاهتها أصعب متاهة من كل المتاهات السرية، ونصحته إنه يستسلم بسرعة لكنه أصر يكمل. لما وصل لنقطة معينة هانا كانت متوقعة إنه يقع في حفرة مخفية تحت الأرض، لكنه لاحظها بسرعة وتجنبها بعد ما أرسولا قالت له عن وجود حفرة قدامه. قدر يتخطى كل الأفخاخ اللي في المتاهة، وده أغضب بينا اللي تعبت جدا عشان تحطها. واتفاجئ لما يوري قالت له إن أختها متعودة تعمل حاجات ممتعة للآخرين عشان يستمتعوا. وبطلنا أين قال لها إن الأفخاخ دي مش ممتعة أبدا، أي حركة غلط ممكن تقتله. هانا قالت له إن المتاهة مصممة إنها توصله للسطح لما يواجه خطر حقيقي، وحذرته إن وحش قوي على وشك الظهور. بطلنا أين لقى وحش غريب واقف قدامه، وأرسولا قالت له إنه رواني، وحش من البشر الفرعيين مستوى اس. الوحش هاجمه بسم منوم، وبينا كانت متوقعة إنه يغمى عليه فورا، لكنها اتصدمت لما لقت إنه عنده مقاومة للسم، وقال لها إنه هيبذل أقصى جهده. بعدين استدعى سيفه وقطع الوحش نصين وهو بيستخدم مهارة التقييم بتاعته. فجأة هاجمه وحش مجهول تاني، فعشان كده قعد يبص حواليه ويراقب المكان كويس. أرسولا قالت له إن المخلوق ده بيستخدم مهارة التخفي، وبينا اتفاجئت إنه طلع سليم ومفيش حاجة حصلت له. هو قال لها إنه عنده القدرة يفك أي فخ وإن الهجمات العادية مش هتنفع معاه. بينا كانت متضايقة إنه شبه ما بيتغلبش، بس كانت واثقة إنه مش هيقدر يصمد قدام هجمات الوحوش الشبحية. بس بفضل قدرة أرسولا بطلنا أين قدر يهزمه، واتضح إنه كان متهاجم من وحوش وأخد قدراتهم في التخفي. بينا كانت غاضبة إنه بيهزم وحوش اس رانك بكل سهولة كده، وقررت إنها مش هتستسلم قبل ما تمسكه. هي أمرت أقوى وحوشها يهاجموه مرة واحدة، لكنه قضى عليهم كلهم بضربة واحدة بس بسيف الروح. وبينا حست إنها قدام وحش لا يهزم وكل خططها هتفشل قدامه. زويد كان في طريقه للجيلد، ولما وصل لقى الكل بيتكلموا عنه وحش وبيقولوا إنه هو خان زميله واستعمله كطعم عشان يهرب. لما قابل جوليان اتفاجئ إنها رافضة تتكلم معاه وقالت له يبعد عنها. مجموعة من المغامرين اعترضوه وفهم إنه جوليان خانته، وقالت إن هو اللي أجبرها إنها تستخدم تعويذة الشلل على بطلنا أين، وكل ده عشان يكسب تعاطفهم. زويد اتطرد من الجيلد وواحد قال له محدش هيحب يتعاون معاه تحت أي ظرف. زويد اتضايق جدا إنه الكل بقى بيكرهه بسبب رجوع بطلنا أين، وفكر إنه هيطلع في مهمة كبيرة لوحده ويحقق نجاح يجبر الكل يعترف بيه كمغامر تاني. بعدها اتكلف إنه يهزم وحش سي رانك، ورغم إنه عارف تقريبا إن ده مستحيل قرر يثق في نفسه ويعملها لوحده. بس لما لمس الحيطة بالغلط اكتشف إنه دخل مكان شبه الغابة، وفهم بسرعة إنه دخل متاهة سرية والمكان مليان وحوش خارقة. مفيش قدامه إلا إنه يكمل المهمة. ولما بدأ أول خطواته جوه المتاهة وقع في حفرة عميقة وفكر إنه هيموت فورا، لكن لدهشته لقى نفسه رجع للمتاهة العادية، وبدأ يسمع صوت بينا بيقول له إن محدش بيموت في متاهتها وإن مسموح له يجي ويحاول يستكشف المتاهة السرية في أي وقت.
زويد قرر يستغل الفرصة ويجرب المتاهة تاني، لكن زويد اتهاجم واتأذى من كل فخاخ بينا لحد ما لقى نفسه بيواجه تمساح أسطوري. بعد ما هجم عليه بقوة رهيبة، بينا نصحته يستسلم عشان يخرج من المتاهة، لكنه أصر يكمل القتال. زويد وقع من كتر الهجمات وكان قريب جدا يتاكل، ولما التمساح قرب ياكله ظهر بطلنا فجأة وأنقذه، وبعدها اتفاجئوا لما شافوا بعض. مش مصدق ان حد زي الزبالة زيه قدر يهزم وحش بالشدة دي. بعد ما قيم الوحش طلب من يوري تعالج زويد، ولما تعافى من إصاباته حب يسأله شوية أسئلة، لكن بطلنا أين قال له إنه مشغول دلوقتي وخلاه يغمى عليه عشان يروح لبينا بسرعة من المتاهة. بعد كده بطلنا أين وصل لغرفة قائد المتاهة، ولما دخل لقى المكان كمان غابة، بس اتفاجئ إن الأرض تحت رجليه بتهتز، فاضطر يطير بعيد مفكر ان الارض عدو، واتصدم لما شاف سلحفاة ضخمة طالعة من تحت شايلة جزء من الارض على ظهرها. بدأ يتذمر من مواجهة وحش بالحجم ده، وبعدين جمع شجاعته وحاول يهجم عليها بالسحر، بس اتفاجئ ان كرة اللهب مش مأثرة فيها خالص. الوحش رد عليه بإطلاق كرة مياه كبيرة. بطلنا أين صد وهجم عليها، لكن لسه الوحش واقف قدامه، فهم ليه الهجمات مش مأثرة عليه، ونزل للأرض واستخدم سحره عشان يكشف الشكل الحقيقي للوحش، وطلعت حتة سلحفاة صغيرة ملهاش أي قيمة. بطلنا أين أكد توقعه إن الوحش مجرد وهم روحاني يقدر يغير المكان. بعدين شال السلحفاة وقيمها، اتفاجئ إنه لسه محتاج يهزم السلحفاة حتى بعد كشف حقيقتها. حاول يقنع بينا إنها ترضى بكده وتعتبره فايز، لأنه مش هيقدر يقتل مخلوق ضعيف زيها. نجح في التأثير على مشاعر بينا وقرر فتح الطريق لبيتها. يوري ما قدرتش تخبي فرحتها لما شافت اختها الصغيره بعد وقت طويل جدا، بينما بينا غضبت لما شافت بطلنا وش الوش وقالت له انه شخص مش كويس، وده خلى بينا تدرك انها بتحبه. بعد كده قررت تعمل صفقه مع بطلنا أين تعطيه جوهر روحها مقابل السماح ليها انها ترافقهم، لانها زهقت من البقاء تحت الارض، وهو وافق عشان سعاده يوري. وفجأة السلحفاة نزلت من على كتفه وتحولت لبنت، وقالت له اسمها كوريهم، حارسة الكوكب وبنت السلحفاة السوداء، وهي واحدة من الأربع وحوش الأسطورية. ولدهشته أرسولا مش قادرة تكلمها بخشونة زي ما بتعمل معاه، قرب منها وطلب إذنها ترافق بينا في رحلته، ووافقت بشرط ترافقهم برضه. بعدين اديته حجر الفيلسوف عشان يربط وعيه بيها زي ما أرسولا عملت، وبعد ما أخد جوهره أرسولا اديته جوهر المتاهة، حس إن الأمور ماشية تمام مع زيادة رفقائه، وهدفها انها تلاقي باقي الاشجار وتجمع عيلتها. من ناحيه تانية زويد كان حاسس بالندم بعد ما تم انقاذه على ايد زبال ما كانش ليه اي قيمه في فريقه، لكنه دلوقتي بقى متفوق عليه. في اليوم التالي بطلنا أين راح يقابل جاسبر في جلد المغامرين بالعاصمه، وكان حاسس بتوتر من كلام الناس المستمر. لما المشرف جه يساعدهم قال له انه عايز يبيع شويه حاجات جمعها من المتاهات، وجاسبر حب يشتري كل حاجه هيبيعها للجيلد. لما المشرف فحص بطاقه هويته اتصدمت انه ساكن وقادر يهزم وحوش كتير وجمع حاجاتهم. بعض الناس شكوا انه بيحاول يخدع جاسبر، لكنه فاجئ الكل لما طلع كل الحاجات اللي جمعها من مخزنه. الكل اتفاجئ انه معاه حاجات ملك للزعماء في المتاهات، وبعض الناس اتهموه بالسرقه، وده خلى بطلنا أين يتضايق ويفتكر ليه ما كانش عايز يروح للجيلد اصلا، لانه مش بيحب يجذب الانتباه او يتعرض للاهانه. بعدها قائد الجيلد ميغان ظهرت وزعقت على الكل عشان حكموا على حد من وظيفته ووصفتهم بالحمقى. بعدين قربت من بطلنا أين واعجبت بجمال عينيه، وده خلاه متفاجئ انه عنده عيون سحريه من اول نظره. المشرفه ما كانتش مصدقه ان الحاجات اللي معاه حقيقيه بعد ما فحصتها، وجاسبر قال للكل انه واثق في قوه بطلنا انه يقدر يهزم كل الوحوش اللي جمعها بنفسه، وده خلاها تعتذر ليه. ميغان طلبت منه يسامحها دلوقتي ويعلمها درس بعدين، وقالت له ان الحكم على الناس من وظيفتهم قله ادب، وان الحياه ممتعه. الكلام ده اعطاه شويه ثقه وما بقاش حاسس بالسوء من قدومه للجيلد. ميغان عرضت عليه ينضم للجيلد بتاعها لانها بتحب المغامرين الاقوياء زيه، وادته فرصه يفكر قبل ما تمشي. المشرفه بعد كده طلبت من أين يقعد في اوضه الانتظار وهي هتحضر له الفلوس، لكن جاسبر قال لها تسلمه باقي الحاجات اللي جمعها من المتاهه السريه. الكل اتفاجئ لما سمع ده، وبطلنا أين انتهى بيه المطاف انه يهرب. بطلنا أين قعد يسترخي في حمام القصر بتاعه وفكر ان الناس اللي معجبه بيه احساس غريب جوه نفسه، واتفاجئ لما لقى يوري جنبه في الحمام وهي متعجبه من رد فعله كانه ناوي يهرب. تاني يوم قرر يعمل كل اللي يقدر عليه عشان يجمع معلومات، واتفاجئ بوجود ميغان اللي جت تزوره مع جاسبر وقالت له انها عايزه تطلب منه حاجه شخصيه، واتفاجئ انهم اختاروه بالذات. ميغان قالت له ان ده شيء محدش يقدر يعمله غيره. بعدين قالوا له عن بيهيموث، واحد من اقوى التنانين للملك الشيطاني اللي كان مخفي في نص العالم بعد ما اتقيد من سيده، لكن فجاه ظهر وبدا يهجم على التجار اللي بيعدوا من المنطقه. بطلنا أين اتصدم لما فهم ان ميغان عايزه تكلفه بالقضاء على بيهيموث المصنف SS رانك. جاسبر حذره ان المهمه دي ممكن تكلفه
حياته، لكن بطلنا أين قرر يقبل عشان يساعدهم يعدوا الأزمة. ميغان قررت تعتمد عليه رسميا وتكلفه بالمهمة. بعدها بكذا يوم بطلنا أين كان بيتجول في الصحراء يدور على بيهيموث، كان بيعاني من الحر والعطش. أورسولا قالت له إن التنين قريب من هنا وقادرة تقيم قدراته، ولقيته يقدر يمتص التعويذات ويخلي قوتها ليه، كمان يقدر يتحكم في الهواء. بطلنا أين قرر يستخدم قدراته الجسدية ويواجهه، وأورسولا قالت له يجذبه للسطح لأنه دايما بيختفي تحت الرمل طول النهار. استخدم بطلنا أين سحره عشان يهجم على الأرض. بعد ما عمل حفرة كبيرة ظهر التنين بيهيموث من تحتها غضبان لأن حد أزعجه وهو نايم. بطلنا أين فهم قوته من أول نظرة، وبيهيموث قال له ومن وقتها مفيش حد أقوى منه، لكن بطلنا أين قال له إنه جاي له خصيصا عشان يهزمه. وقتها بيهيموث ضحك على ثقته وقال إن ضعيف زيه مش ممكن يقابله في القوة. لما بطلنا أين سخر منه وقال للملك الشيطان، بيهيموث اتعصب وهاجمه. بطلنا أين استخدم سرعته يتفادى هجماته، وبعدين اندفع عليه ونجح يجرحه ويقطع له إيده. بيهيموث وقتها اتصدم إن إنسان قدر يقطع إيده رغم بشرته القاسية، ورجع تحت الرمل يحاول يفاجئه بهجوم مفاجئ زي القرش. كان واثق إنه هينتصر بالخدعة دي، لكنه اتاكل بطلنا أين جوه بطنه وفكر إنه انتصر على إنسان متعجرف، لكن الأمور اتقلبت ضده لما بطلنا أين استخدم قوته يمزقه قطع ويخليه يحس بألم عمره ما حسه قبل كده. لما بص في عيون بطلنا أين فهم إنه استهان بيه وبقى هو الضحية، وحس إن دي أول مرة هيدوق فيها طعم الهزيمة. تساءل إزاي خسر قدام إنسان زيه، وبطلنا أين كان باين إن كل السحر اللي جوه جسمه انفجر فجأة. اتصدم بيهيموث لما عرف إنه استخدم عليه سحر الوهم من غير ما ياخد باله، وإن سبب هزيمته كان غروره المستمر تجاه البشر. فهم إنه خسر من أول ما تقابله قبل ما جسده يختفي. أعجب بإنجاز بطلنا أين للبشرية بعد ما هزمه. بطلنا أين فكر يمكن يكون شرير عشان الملك الشيطان خلاه كده، ويمكن كان ممكن يبقى زيه لو ما قابلش يوري وأورسولا. أورسولا قالت له إن ده مش هيغير إنه شخص شرير ومن طبعه إنه يهاجم البشر. بعد كده بطلنا أين قيم قدراته ولقى زملائه معجبين بقوته، لأن محدش هزم تنين قبل كده غير البطل اللي تم تقييده من الملك الشيطان. قال لهم إنه قدر يعمل ده بفضل القوة اللي خدها منهم. بعد كده بكذا يوم بطلنا أين راح القصر الملكي، ولما كان قاعد في أوضة الانتظار لقى كلوديا قاعدة جنبه وقالت له إن والدها عايز يقابله مخصوص. وبطلنا أين نفسه مش مصدق إنه واقف قدام الملك شخصيا، وبدأ يتلعثم، لكن قريب فهم إن الملك شخصية ودودة ومتواضعة. بعدين عبر عن فرحته إنه يشوف سهره المستقبلي، وقال له إنه عايز يقابله بعد ما سمع إنه هزم بيهيموث، وكان عايز يعبر له عن امتنانه. بطلنا أين حس بالإحراج وقال له إنه مجرد بيعمل شغله. الملك قال له إن هزيمة التنين مش إنجازه الوحيد، وإنه كمان أنقذ بنته. بطلنا أين اتفاجئ لما شاف الملك بيحني راسه شكرا ليه، وقال له إنه لازم يشكر يوري اللي ادته القوة يعمل كل ده. الملك لاحظ إنه ما اتغيرش مع القوة ولسه متواضع، وتوقع إنه هيبقى شخص عظيم في المستقبل. قبل ما يمشي اداله ساعة عليها شعار الملكية كهدية تخليه يقدر يروح أي مكان. بطلنا أين فاكر إنه هيقدر يشوف الحاجات اللي ما كانش يوصل لها قبل كده، وقرر يستخدمها عشان يدور على عيلة يوري. وفي الوقت ده زويد كان ماشي حواليه وبيسمع كل الناس بتتكلم عن بطلنا أين وإنجازاته، وده خلاه يتضايق جدا لأنه كان أقوى منه من شوية، وكان المفروض يفضل وراه ويشيل الزبالة في المكان اللي هو فيه. وهو بيشتكي من اللي حصل فجأة وقفت قدامه ست غامضة وقالت له إنها هتساعده يرجع طبيعي، وقالت له إن اسمها أكيدنا وإنها في الأصل كانت روح. يوري كانت قلقانة إن بطلنا أين لسه صاحي، بس بينا قالت لها إنها قلقانة زيادة عن اللزوم وإنه بس تعبان، واقترحت تعمل له أكل عشان يحس بتحسن. بينا قررت تروح تتسوق. يوري قالت لها إنهم ما ينفعش يبعدوا عن أين عشان هيكونوا في خطر بره، بس بينا قالت لها كل حاجة هتكون تمام ومفيش داعي للقلق. أكيدنا حست إن زويد عنده ضغينة ضد حد فقررت تساعده ينتقم. كان غرقان في حلم غريب شاف فيه ماضيه المؤلم وهو شغال زبال وبيعاني مع زويد اللي كان بيعامله وحش وبيديله فلوس قليله جدا كمان. ومع كده حس بالرضا وما قدرش يمنع نفسه من الابتسامه. حس بالغضب من نفسه القديمه وكان عايز يمنع نفسه من التصرف بشكل نفسي مع زويد. بعدين شاف نفسه بيتاكل على ايد كلاب وما افتكرش انه هيخلص لو ما كانش قابل يوري. بعدين جثته ظهرت وقالت له انه محظوظ انه قابل يوري والباقيين وانه جاله كل القوه دي من غير ما يتعب، والزبال زي الزبال مهما عمل. بطلنا أين صحي فجاه ولقى أورسولا كانت قاعده جنبه وقالت له انه تعب جامد وده خلاه ينام كتير والناس كانت قلقانه عليه، وقالت له كمان انه كان بيعيط وهو نايم. وقبل ما تمشي فكر اذا كان حظه اتغير عشان قابلهم ولا لسه هو نفسه الشخص لكن بقوه مختلفه.
زويد من ناحيته ما صدقش انه هيقدر ينتقم من بطلنا اين بمساعده اكيدنا، وهي قالت له ان الشخص اللي عايز ينتقم منه عنده عيون سحريه، عشان كده قدر ياخد القوه بسهوله. لما اكيدنا عرضت عليه عيون سحريه تخليه قوي زيها، زويد ما ترددش وخدها باي ثمن بعد ما زرعها في نص جبهته وتحول لوحش، وهي كانت مستمتعه انها بتتحكم فيه، وزويد كان فرحان انه حس بالقوه جوه جسمه وانه يقدر يعمل حاجات اكبر من جسمه الطبيعي وهو بيقفز فوق الاسطح. لاحظ جوليان كانت مع حد وقرر ينتقم منها، ولما الشخص اللي معاها حاول يمنعه اكل راسه قدامها، وهي اتخضت بسرعه، ولما سمعت صوته عرفته واعتذرت عن كل حاجه عشان يسيبها. حتى عرضت انها تروح للسنداكت وتقول الحقيقه عن اللي عملوه ببطلنا اين، بس زويد لما شاف انها بتلف وبتكذب عشان تشفق عليه ما ترددش واكل راسها على طول. في الوقت ده يوري وبينا كانوا رايحين للسوق، وفجأة حصل انفجار جامد حواليهم والأماكن اتلخبطت. يوري جريت تشيل المصابين، وأكيدنا كانت مستمتعة بعرض زويد وهي بتهاجم كل حد قدامها، وقالت له يستهدف الأرواح عشان يسحب جزء من قوته ويرجع للماضي. يوري اتصدمت لما زويد ظهر وراها وهاجمها مباشرة، وبينا تدخلت وحبست زويد جوه حاجزها عشان يقدروا يهربوا. أكيدنا قالت له الوقت جه يستخدم القوة اللي اديتها له عشان يدمر الحاجز، وزويد يستخدم قوته المضادة للأرواح وكسر الحاجز ولحق الأختين. ولما بينا حاولت تعمل حاجز تاني ضربها ضربة ساحقة وهو قرب منها. يوري وقفت قدامه عشان تديها فرصة تهرب، لكن مسكها وضغط على جسمها وقال لها انها غبية ليه ادت القوة لزبال زي بطلنا اين. قبل ما يخلص عليها ظهر بطلنا اين فجأة وهاجمه، ولما فحصوا عرف انه كيميرا صناعية وعنده مهارات قوة مضادة للارواح. زويد هاجمه وبطلنا اين كان بس بيتهرب بالحاجز، لكنه اكتشف ان زويد يقدر يكسر الحواجز. بعدين استغرب انه يعرف اسمه وبدأ يقتله، وقال له انه كسب قوة الروح وتطور زيه، ورماله لكمة مدوية وفضل يهاجمه. وبطلنا اين كان بس بيتحرك بعيد وبيتجنب. أرسولا كانت مذهولة من إنه مش عايز يقاتل، وقالت له إن ده هيؤدي لموته لو ما خلصش عليه. زويد فضل يهاجمه بدون توقف، وبعدين تساءل ليه بطلنا اين مش بيستعمل القوة اللي كسبها لمصلحته زي ما عمل لما انتقم من حبيبته الخاينة. حاول يقنعه إنهم مش شبه بعض في الرغبة بالانتقام من اللي ظلمهم، وعرف كويس إنه عايز ينتقم منه لأنه كان دايما بيعامله وحش. وبطلنا اين فكر في الكابوس اللي شافه، ونفسه القديمة قالت له إن الكل كان بيسميه زبال عشان وضعه الاجتماعي. يوري تدخلت عشان توقف الأصوات اللي في دماغ زويد، وقالت له إن بطلنا اين مش من النوع ده من الناس وما بيحقدش على حد رغم قوته. وبعدين شافت أرسولا كانت جاية ليه وقالت له إنه أصبح أقوى حتى في قلبه لأنه اختار يستخدم قوته عشان يحمي المحتاجين ويرد الجميل ليوري، وإنه دايما كان عنده شجاعة وطيبة جواه قبل ما يقابل يوري. يوري قالت له إن سبب وجودها دلوقتي إنه قابلها، وإنها عايزة تقابل عيلتها، وإنه بسببه اتغير مصيرها. بطلنا اين بدأ يعيط بعد ما فهم إن كلامهم صح، وفي نفس الوقت زويد فضل يحاول يأثر عليه ويقوي الأصوات في دماغه إنه لسه زبالة في الآخر. هو قال لهم إنه دايما كان شايف الدنيا وحشة وهو ضعيف وما عندوش قوة، ومع كل الوضع المعيب اللي كان فيه يوري والباقيين صدقوا فيه، فقرر إنه يكون شخص يعتمد عليه من صحابه، وفجر قوته عشان يهزم زويد اللي اتصدم من كمية الطاقة السحرية اللي عنده. بطلنا اين قرر يكون قوي كفاية عشان يحمي الكل، وأرسولا قالت له إنه فهم إنه دلوقتي حارسهم ويقدر يستخدم كل قوة الأرواح. لما زويد هجم عليه قدر يوجه له ضربة قوية جدا، وزويد حاول يهاجمه تاني وفكر إنه يقدر يكسر الحاجز، لكنه اتفاجئ إن بطلنا اين صد الهجوم بالحاجز الوقائي. أرسولا قالت له إنه مش قد بطلنا اين دلوقتي، وإنه بس شاف 10% من قوة الأرواح اللي اكتسبها على طول الطريق. زويد توسل لأكيدنا إنها تعطيه قوة أكتر، ولما عملت كده اتجنن وجري على بطلنا اين تاني عشان يخلص عليه، لكنه اتغلب بضربة واحدة من سيفه اللي حرره من سيطرة أكيدنا. بعد كده قرب من زويد ومد ايده يساعده يقوم، وده خلاه يتضايق وسأله ليه دايما عايز يساعد. بطلنا اين رد عليه إنه مش محتاج سبب عشان يساعد الآخرين حتى لو كان ضعيف، وقال له إنه يقدر يتغير للأحسن زي ما هو اتغير، والبداية هتكون لما يمسك الإيد اللي قدامه. زويد اتأثر بكلامه وبدأ يعيط وهو متكئ عليه عشان يقوم، وانتهى بيه المطاف إنه اتقبض عليه ورموه في السجن بعد ما السلطات قبضت عليه. في الوقت ده بطلنا اين فكر إن حد استغل قلبه الضعيف عشان يديله قوة الأرواح. أكيدنا راحت ساحة المعركة وأخدت اللي فضل من بطلنا اين، وحست بالانتصار إن خطتها إنها تعرف قدرات بطلنا اين القتالية نجحت، لكن الحاجة الوحيدة اللي ما حصلتش حسب الخطة إن زويد لسه عايش، فاضطرت تختم ذكريات تحوله لوحش، ووعدت إنها هتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تحرر ملك الشياطين من الختم. من ناحية تانية أكيدا وصلت لمقرها واستقبلها بارون فالكو، وقالت له إن ملك الشياطين كلفه يقضي على بطلنا اين، وافتكر ليه يضيع وقت مع مخلوق واطي زي ده. قالت له إنه قوي كفاية إنه يهزم بيهموث لوحده، وإن هي والملك معتمدين عليه.
عليه. فالكو حس بالثقة وقرر يقبل المهمة وسافر للعالم البشري من خلال بوابة خاصة، وبعدين استخدم سرعته الخارقة ووصل مباشرة لبيت بطلنا أين. لما وصل لقاه واقف على البلكونة مستنيه، فقدم نفسه وقال إنه نبيل شيطاني جاي يهدمه. بطلنا أين رفع كتافه وقال له يتكلم بهدوء عشان ما يصحيش حد. متضايق من غروره وقرر يهاجمه، لكن تلقى صفعة قوية من بطلنا أين رجعته لمكانه، وبعد كده لقاه بيطير فوقه وفهم قوته من عين بطلنا أين السحرية. بطلنا أين شن هجوم ساحق عليه وده خلاه يموت على طول. لما فكر في قوته حس انه مش بيستهدف الارواح، لكن كان عايز يتخلص منه بس. في اليوم اللي بعده بطلنا أين راح القصر الملكي وقابل كلوديا في الطريق، وقال لها انه جاي يدور على حاجة في مكتبة عائلتها الممنوعة، لكنها قالت له محدش يقدر يدخل الا بموافقة الملك وامين المكتبة. خرج رتبته الملكية وفكر ازاي يحصل على موافقة الامين. وهو مكمل طريقه للمكتبة يوري وقفته ورا وقالت له انها حست انها ضربت حائط غير مرئي وفقدت التواصل معاه. أرسولا ظهرت وقالت له في حاجز قوي بيمنع اي حاجة غير البشر تعدي منه، واندهش من قوة الحاجز لدرجة انها ما قدرتش تنتقل وتكمل لوحدها. لما وصل المكتبة لقاها مليانة آلاف الكتب وحس انه هيكون صعب يلاقي اللي عايزه. بعدين اتفاجئ بفتاة طاحت من مكان عالي وجري عليها عشان يمسكها، لكنها ابتعدت وشكرته عشان انقذها. بطلنا أين اتجه فضولي يعرفها وقالت له ان اسمها أليس. لما سألها ليه وقعت قالت له انها كانت غارقة في قراءة الكتب وما كانتش حاسة بنفسها، وبعدين استخدمت عصاها ورجعت الكتاب تاني لمكانه وقالت له انها أمينة المكتبة. هو شكرها على السماح ليه انه يدخل المكتبة. لما سألته ليه جه هنا قال لها انه جه عشان يبحث في المتاهات السرية لانه عايز يساعد واحدة من اصحابه تلاقي عيلتها. فدت كتاب لبطلنا أين وقالت له انه هيلاقي كل حاجة عن المتاهة السرية فيه. لما بدأ يقرأ الكتاب أليس سألته عن يوري عاملة ايه واتفاجئ انها عارفة اسمها، وقالت له انها عارفة ان عينه الشمال فيها نواة روحها لانها برضه روح شجرة العالم. بعد ما خرج من المكتبة وقرأ معظم صفحات الكتاب بطلنا أين لقى مكان فيه متاهة سرية. لما كان شاكك في صحة المعلومات فكر يرجع المكتبة ويسألها على طول، وبعدين اعتذر ليوري انه ما قدرش يوصلها باختها الكبيرة ووعدها انه هيحاول يحل الموضوع. من الناحية التانية أليس كانت بتراقبهم بقدراتها، وجه حارسها أكاهاني وسألها ليه ما اديتوش كتاب المتاهة السرية. ردت عليه ان فكرة التواصل مع العالم الخارجي لانها ما عندهاش القدرة تحارب وبتكره البشر عشان هم سبب موت كدنا. بعد كده بطلنا أين رجع المكتبة واتفاجئ بلقاء أكاهاني وقالت له انها حارسة أليس، ولما اقترح يسمحوا للأرواح تدخل عشان يقابلوا أليس قالت له ان ده مش ممكن لان المكتبة موجودة جوه ممر سري منفصل عن القصر الملكي، والبشر بس اللي يقدروا يعدوا من بوابة المكتبة لانها مخزنة كل اسرار المملكة وتاريخها، ودخول الارواح هنا هينتهك النظام اللي معمول. بعدين اضافت انه هيضطر يلاقي المتاهة السرية لو عايز يقابل اخواتها. بطلنا أين اقترح يطلع أليس من هنا بطريقة طبيعية، بس أكاهاني قالت له انها مش هتقدر تعيش بره المكتبة ومش عايزة تسيب المكان. قرب منها وقال لها انه فاهم خوفها من الدخول لعالم جديد حتى لو هي عايزة تقابل اخواتها، وقال لها انه كان خايف هو كمان بس قدر يتقدم قدام عشان هم كانوا معاه. وعدها انه هيدعمها لو هتمشي لأول مرة بره وهيهتم بالوحوش. لما عرض عليها تمشي معاه بره وتحط ثقتها فيه اتفاجئت انه واخد الموضوع بجد. قبل ما يطلع وعدها انه هيلاقي المتاهة الممنوعة ويرجع يزورها بكرة. بعد ما خرج أكاهاني قالت لها انها مش مضطرة تسيب المكتبة وتقدر تنتظر لحد ما يلاقوا المتاهة، واضافت انها عارفة انها وقعت في حبه من تعبيرات وشها. وأليس كانت فرحانة لانها حست بكل اعراض الحب اللي قرأتها لما شافته. أكاهاني قالت لها انها تقدر تثق في بطلنا أين ولو حصل حاجة غلط تقدر ترجع المكتبة. لما بطلنا أين رجع أكاهاني دفعتها ناحيته وشجعت أليس تعمل خطوتها. أليس قررت تحط ثقتها فيه وطلبت منه ياخدها للعالم الخارجي، واتفاجئت انه شالها في حضنه وطلعوا من المكتبة عشان يوصلها للسقف. أكاهاني اعطته نواتها عشان ياخدها معاه وفكرت تعمل نسخة من نفسها لانها مش بتعرف تعمل تنقل زي باقي الارواح. وهم طالعين بطلنا أين لاحظ قد ايه أليس ضعيفة وفقدت قدراتها اول ما خرجوا من المكتبة، فشالها على ظهره وكمل يضرب الوحوش في المتاهة السرية لحد ما وصلوا غرفة الزعيم. بطلنا أين واجه صعوبة يهزمه لأنه شاطر بالسيف، فاضطر يستخدم السيف كطعم ويسمح له ياخده عشان يقرب منه. ولما خطته نجحت قدر يوجه له ركلة مدوية اسقطته على الأرض. بعد ما هزم زعيم المتاهة ووصل للسقف مع أليس وأكاهاني رجع البيت وأخيرا جمع أليس مع إخواتها. اليوم اللي بعده بطلنا أين كان بيفكر في الخطوة الجاية واتفاجئ بمجيء ميغان وجاسبر اللي قالوا له انه استلم طلب شخصي من الملك بخصوص الشياطين. وقتها بطلنا أين فكر في لقائه مع فالكو النهارده. ميغان قالت له ان الشياطين تم طردهم من عالمهم من قرون كتير قوي لما الأبطال بنوا حائط بينهم، لكن مؤخرا بقوا بيظهروا اكتر حوالين ريشيكاريا وكلفوه انه يتخلص من الشياطين اللي سببوا فوضى هناك لانه الوحيد اللي يقدر يعمل ده. أرسولا سألته ليه عايز يساعد غرباء وقال لها انه كان غريب لما هو ويوري ساعدوه اليوم
اليوم ده وعارف من تجربته للخوف واليأس اللي ممكن يحصل للناس بسبب طغيان الشياطين، وأضاف إنه عايز يمشي على خطاهم ويحب يساعد الضعفاء في أي مكان، فقرر يبدأ رحلته ناحية ريشيك. من الناحية التانية أهل ريشيك كانوا بيعانوا من الفوضى في قريتهم، وفجأة ظهر وحش ضخم برؤوس كتيرة قدامهم، وعرفوا إنهم لازم يضحوله عشان يحافظوا على حياتهم. واحد منهم قرر يضحي ببنته ميا. بعد ما ودعها وميا اقتربت من الوحش ما قدرش يشوفها بتموت قدامه، فجري عليها وطلب من الوحش ياكلهم مع بعض، بس الوحش رفض ياكل راجل لأنه بيحب طعم البنات أكتر. الوحش اتعصب وقرر يمحي كل الناس. الوحش بعد كده طلع مادة سامة من بقه شلت كل الناس وسابتهم يموتوا ببطء. ولما قرب الوحش من ميا عشان ياكلها ظهر بطلنا أين فجأة واستخدم حاجز وقائي يمنعه. أرسولا قالت له إن الوحش ده من نوع هايدرا مصنف SS رانك وقادر ينتج سم وأدوية، فقرر يشتري وقت اليوري عشان تساعد الكرويين يتعافوا وهو يتعامل مع التنين. الهايدرا اتقتلت لما يوري قدرت تشيل تأثير السم عن الكل وقالت لهم يهربوا حالا، لكن الكرويين استهانوا ببطلنا أين وفكروا انه ما عندوش فرصه ضد الهايدرا، فطلع سيفه وتمكن من انه يمزق الهايدرا في ضربه واحده بس. بعد كده واحد منهم افتكر انه سمع عنه قبل كونه مشهور في العاصمه الملكيه كفاتح التنانين القديمه. بطلنا أين اتفاجئ بكلام أرسولا المباشر، وبعد ما قيم قدرات الهايدرا واكتسبها جوه نفسه الكل عبر عن امتنانهم ليه واعتبروه بطل. طلب منهم يسمحوا له يقابل رئيس القريه، لكن كل الناس سكتوا، ووالد ميا قال له رغم امتنانهم لإنقاذهم من التنين الأفضل إنه ما يتدخلش مع غريب زيه. بعد ما مشيوا ميا رجعت له وعبرت عن امتنانها وعيطت لما سمته زعيم. قال لها إنه مش رائع كده لكنه عايز يحميهم كلهم. قرر يروح يقابل رئيس القرية. لما وصل بطلنا أين لقصر رئيس القرية حس إن في حاجة غلط لأنه كان المكان الفخم الوحيد في القرية لكنه كان فاضي. ولما دخل القصر قابل شاب اسمه نيغان ووداه لغرفة الضيوف وعرض عليه شوية حلويات وشاي. بطلنا أين اتفاجئ لما أكل الحلوى ولقاها مالحة لكنه محبش يحرج نيغان، لكن لما أخد قطمة تانية ما قدرش يتحمل طعمها الغريب واعتذر له عن خلط الملح بالسكر. بعد كده سأل بطلنا أين نيغان إنه يحكي له أكتر عن الشياطين اللي ظهرت مؤخرا في المنطقة، بس نيغان أنكر إنه شاف أي شياطين حوالين قريته وقال له إن القرية جنب غابة الهاوية المشهورة بالوحوش ودي مجرد إشاعة. بطلنا أين فهم إن الناس كانوا مشوشين بين الوحوش والشياطين، ونيغان طلب منه يقول للنقابة إن مفيش مشاكل في قريته. بطلنا أين قال له إنه عايز يتأكد بنفسه، ولما ذكر له إنه هزم الهايدرا في الطريق نيغان اتصدم وصرخ عليه وقال له إنه هيخلي الوحوش تهاجم القرية تاني لأن الهايدرا كانت بتحمي القرية وقتها. بطلنا أين قال له التنين كان بيطالب بالتضحيات من الكرويين وهو مش هيسيب بنت صغيرة تموت قدامه. نيغان قال له مش فارق معاه لو حد ضحى بحياته عشان ينقذ مئات الكرويين، وسأله إذا ناوي يقعد هنا ويحمي الكل للأبد، وقال له مش كل الناس قوية زيه، هيتعرضوا لصعوبات كتير بعد ما يمشي وهو مسؤول عن حماية الأراضي اللي ورثها من أبوه. خرج بطلنا أين من القصر محتار ومتسائل إذا كان غلط إنه قضى على الهايدرا ولا لأ. ظهرت يوري قدامه وقالت له يمشي في الطريق اللي شايفه صح. من الناحية التانية نيغان كان متوتر بسبب فقدان الهايدرا وبيقول يا ترى أعمل إيه، ورفيقه شادو قال له إنهم يقدروا يلاقوا بديل للتنين بسهولة، لكن المشكلة الحقيقية مع بطلنا أين لأنه إنسان عادي مش هيقدر يهزم وحش كبير، وده بيخلي بطلنا أين شبه شيطان. بطلنا أين خد باله من نيغان وخد حيلة عشان يبعده ويحمي ريشيك، وبعد ما خرج شادو قررت تسيطر على جسم نيغان قريبا. بعد كده بطلنا أين راح لحدود القرية ولقى السور في حالة سيئة ومفيش حد بيحرس المكان من البرج. قابل بنت محلية ولما حاول ياخد معلومات منها جريت منه. بطلنا أين فكر إن الكل هنا خايف من نيغان لسبب ما، لكنه ما استسلمش وكمل يسأل لحد ما حد قال له إن كتير من المغامرين وركاب الجيش مروا من هنا وانتهوا عاجزين وتركوا القرية، وقال له متوقع نفس الحاجة تحصل له. بعدين أشار لمزرعة وقال له الوحوش دمرت الأرض في غياب الهايدرا وخلوها غير صالحة للزراعة. الكل فضل متسائل إذا كانوا هيجوعوا قبل ما الوحوش تاكلهم. بطلنا أين استخدم سحر لإعادة بناء القرية ونجح في إصلاح الأراضي والجدار واستدهشة الفلاحين. بعدين اتجه ليهم وطلب منهم ما يستسلموش ويخلوه يساعد القرية. الفلاح ضحك وقال له دي المرة التانية اللي حد يطلب منه كده، المرة الأولى كانت من أبو نيغان لما كانوا بيحاربوا مجموعة وحوش. بعد ما ابنه استلم الحكم الأمور بقت كارثية لأن الهايدرا ظهرت ونيغان عمل اتفاقية تضحية معاه لوحده، قللوا قوة الدفاع وفرضوا ضرائب ضخمة على الناس. بعد كده الفلاح عبر عن رغبته في الإيمان أو أي أمل، وبطلنا أين كان مصمم وقال له إنه مش هيندم على ثقته فيه. وفجأة اتفاجئ بجيش وحوش جاي ناحية القرية، وبطلنا عرف من عينه السحرية رغم إنه قرر ما يخليش أي منهم يدخل القرية وهو موجود
بطلنا أين طار على قمة السور، ولما شاف أعدادهم الكبيرة بعينه السحرية فهم إن السور مش هيقدر يصمد لو هجموا كلهم مرة واحدة. ولما بص على الكرويين شافهم يائسين ومش قادرين حتى يهربوا. فكر في ميا والفلاح اللي لسه عايزين يعيشوا، وقرر ما يخليش حد يموت على ايد الوحوش. قال للجميع يتراجعوا، وطار يستخدم قوته السحرية عشان يهاجم عدد كبير من الوحوش، لكن اتفاجئ ان الهجوم أثر على حبة قليلين منهم بس. بعدين مجموعة منهم جريت ناحيته عشان يهاجموه، لكنه قدر يسحقهم بسهولة. وبعدين استخدم سحره الكبير تاني عشان يتخلص من أكبر عدد ممكن منهم، ويشتري وقت للكرويين يستخبوا في بيوتهم. في دقايق بطلنا أين نجح في هزيمة الجيش كله واستدهشة الكرويين، ويوري حذرته إنه هيكون أول واحد يقع لو استمر في القتال كده، لكنه أصر يكمل ويحمي الكل. بعد نهاية المعركة قوة بطلنا أين خفت وانهار وفقد وعيه تماما. رغم انه كان مبسوط انه نجح في مهمته، يوري عالجت جسمه، بينما أرسولا اتفاجئت انه دفع نفسه للحد الأقصى لدرجة ان علاج يوري ما كفاش. بطلنا أين استعاد قوته، وفور ما وقف ميا قفزت تعبيرا عن امتنانها. وبعد كده الكل شكروا بطلنا أين على إنقاذ قريتهم مرتين. الفلاح كان متسائل إذا يقدروا يعيشوا زي كده كأشخاص اللي يعرفوه، ومع ذلك كاد يموت عشان يحميهم، وكل اللي بيعملوه هو الغضب وانتظار الموت. لما حاولوا يبرروا لنفسهم انهم بيعملوا اللي الحاكم قال لهم انهم بس بيعملوا اعذار وان القتال مش هيغير حاجه، لكن طلعت الامور اتغيرت بالكامل. والدليل ان بطلنا أين انقذ حياتهم لوحده. الكل بقوا شجعان وواثقين ومستعدين يقاتلوا، وقرروا يتحكموا في مصيرهم بنفسهم. بطلنا أين ارتاح لما شاف انهم عايزين يعيشوا، وبعدين بطلوا اليأس. بعدين قال ليوري انه حاسس بنفس الشعور لما قابلها، وانها انقذته وادته كل اللي محتاجه عشان يكمل يعيش. وقال لها انه عايز يكون قريب منها، يشوف كل حاجه بعينيه السحريه ويتبع خطواتها. الكرويين بعد كده اتجهوا ليه وقالوا له انهم هيقاتلوا عشان مستقبلهم ومش هيسيبوا نيغان يتحكم فيهم تاني. نيغان ظهر فجأة وراهم، وكلهم جمعوا شجاعتهم وقالوا له انهم مش هيتبعوه. نيغان حاول يقنعهم انهم مخدوعين بالبطل، وقال لهم انه شيطان في صورة انسان، وان اللي بيعمله مستحيل لانسان عادي ويهدف يسيطر على القرية. لكنه اتفاجئ ان كلامه ما اثرش فيهم خالص. شجعوا فكرة ان بطلنا أين شيطان عايز يتحكم في القرية، واعتقدوا ان ده احسن بكتير من وضعهم الحالي. بعدين الفلاح قال له انهم مش عايزين حاكم زيه يضحي بحياتهم عشان يحمي الارض، لكن محتاجين حد يقاتل معاهم زي ابوه. نيغان بدأ يحس بألم في راسه لما افتكر ابوه، وطلب من شادو يساعده يقنعهم. بعدين طلع قلادة فيها مراية، ولما بطلنا أين حاول يقيمها اتفاجئ انه مش قادر يقرأ عنها اي حاجة بسبب وضعية الاخفاء، وافتكر ان نفس الحاجة دي حصلت مع زويد. جري ناحيته عشان يخليه يسيب ايده، لكن شادو مسكه بسرعة بعد ما حصره بقواه. نيغان قعد معاه لوحده، ولما سأله يعمل ايه قال له يواصل يعمل اللي يقوله، وكل حاجة هتتحسن مع الوقت. وقال له انه يمحيهم لانهم بقوا عصاه ليه، وانهم لازم يتخلصوا منهم زي ما عملوا مع ابوه. لما قال له الوضع مختلف دلوقتي لان ابوه تعب، شادو قررت تقول له الحقيقة، وافتكر لما كان صغير كان بيراقب ابوه وهو بيشتغل عشان يساعد القرويين، وكان معجب بشخصيته وحب الكل ليه، وقرر يمشي على طريقه ويبقى سيد عظيم يوما ما. كان متحمس يساعده، وأثناء ما كان ماشي تعثر في شوية حجارة، وأبوه قال له يروح يلعب مع أصحابه لأنه طفل وشغله يلعب ويستمتع بوقته. ولما راح لأطفال القرية رفضوا يلعبوا معاه عشان مرضه وإشاعة إنه معدي. نيغان فضل لوحده بيحاول يقنع الناس إنه مش مريض وإنه بس جسمه ضعيف. بعد كده سمع الإشاعات إن القرويين بينادوا على الطفل اليتيم اللي اتاخد من غابة الإبس، وبعدها قرر يرجع البيت بسرعة، لكنه تعثر في الطريق وبدأ يبكي لما فكر إنه مش ابن رئيس القرية وإن ده سبب ضعفه. وهو بيبكي اتعكست صورته في المية اللي قدامه، وقال له إن عادي إنه مش ابن أبوه الحقيقي أو مش لازم يكون زيه، وقال له يعمل اللي هو عايزه ويكون نفسه. لما نيغان استغرب ليه الشخص ده موجود وشكله شبهه جدا، شادو قال له إنه صديقه الخيالي وطلب منه يخليه سر أو هيختفي للأبد من حياته. نيغان حس بالسعادة لأنه أخيرا لقى صديق وقضى كل وقته معاه بيعملوا حاجات مع بعض. في يوم من الأيام نيغان كان ماشي حوالين القصر، ولما شاف أبوه قاعد لوحده في الغرفة وشكله كان تعبان جدا راح يتأكد منه، وأبوه قال له إنه تمام وإنه بس اتهاجم من وحش سام. نيغان بدأ يقلق عليه، قررت تستغل الفرصة عشان تنفذ خطتها، واقترحت على نيغان يجيب عشبة طبية معينة تعالجه. نيغان دور في الكتب عن العشبة ومكان نموها، ولما لقاها جابها وحطها في الشاي وبعدين قدمه لأبوه. ولما شرب أول رشفة عجبته وحس بتحسن. بعد كده قرب منه وقال له
ما يفقدش قلبه الطيب. لكن مرض ابوه اتدهور اكتر من المتوقع، فبدأ يعمل له مشروب العشبة كل يوم على امل انه يتحسن. لكن في النهاية نيغان اتكسر قلبه وبكى عليه باستمرار. بعد كده حكى لشادو عن الضغط الكبير اللي حسه من مسؤولية حكم القرية، وانه لازم يحمي الكل. وشادو قال له انه هيقف جنبه ويعوضه عن اللي ناقصه ويقول له يعمل ايه. نيغان كان ممتن جدا لوجود شادو معاه، وشادو كانت مبسوطة انها تدريجيا بتسيطر عليه. وفي نفس الوقت شادو واجهته بحقيقة إنها هي السبب في موت أبوه، وده خلى نيغان في حالة صدمة. أين حاول يقرب منه ويتواصل معاه، لكن مفيش فايدة لأن كان في حاجز بينهم. شادو استمرت في إرهاقه نفسيا، وقالت له إن اللي اديته لأبوه ما كانش عشبة طبية، ده نبات سام، وهي لعبت في محتوى الكتب عشان تقنعه إنه عشبة مفيدة. نيغان انهار لما عرف إنه اتخدع من صديقه الوحيد وكان سبب في موت أبوه. شادو قالت له إنها هي الشيطان الحقيقي مش نيغان، وإنها بتحاول تتحكم في أبوه وتعمل طريق تجارة بين البشر والشياطين. ولما فشلت ما كانش عندها خيار إلا تتحكم في ابنه الوحيد اللي باين عليه إنه أداة قوية. بعد كده قالت له إن بفضلها قدرت تبعت ناس كتير لعالم الشياطين، وبدأت تستهزئ بيه وبأبوه وتقول لهم إنهم ضعاف رغم إنهم مش مرتبطين بالدم. وصدمت نيغان بحقيقة إنه عمره ما كانش مناسب يكون قائد بجسده الضعيف ده. لما نيغان انهار تماما، شادو نجحت إنها تخترق جسمه لحد ما بقوا شخص واحد وسيطرت عليه بالكامل. ولما أين شاف نيغان مختلف قدامه، شادو قدمت نفسها وقالت له إنها الشيطانة النبيلة اللي أخيرا سيطرت على حاكم القرية. أرسولا قالت له إن شادو استخدمت التمويه عشان تضللهم. ولما أين استغرب حصل إيه لنيغان، شادو قالت له إنها سيطرت على جسمه الضعيف بعد ما لعبت بمشاعره لحد ما بقوا واحد. بعدين لمته على اللي حصل لنيغان وقالت له إنه هو السبب، لأنه كان شغال كويس يخدع نيغان ويضعف دفاع القرية ويبعت ناس لعالم الشياطين لحد ما ظهر هو ودمر خطتها، ومالوش حل إلا إنه يعملها بنفسه. وأضافت إنها مش ماتشو زي فالكو، لكنها عارفة ضعف البشر واستخدمت قوتها للهجوم عليه. وقالت له إن لو حاول يتخلص منها نيغان هيموت معاها. فكر أين إنه يحبسه جوه الحاجز الوقائي، وشادو ضحكت وقالت له إنه فاكر إنه مش هيقدر يكسر الحاجز. أين اتفاجئ لما استخدمت سحر مضاد للروح بعد ما كسرت جزء كبير من الحاجز، وشادو قالت له قدراته مش هتنفع قدامها. قرر أين يستخدم كمية كبيرة من طاقته السحرية عشان هجومه ما يتلغيش. قريبا شادو استدعت مجموعة وحوش تهاجم القرويين، فجري أين عليهم وقضى عليهم تماما، حاصر محيط القرية بحاجز واقي وقال للجميع يستخبوا. شادو قالت له إنها هتستمر في استدعاء الوحوش طول ما هو عايش، وبعدها كسرت الحاجز اللي عمله، والوحوش بدأت تهجم على القرويين تاني. فابتكر أين نسخ متعددة من نفسه عشان يهتم بالوحوش. ومع تشتت انتباهه بسبب وحش ماسك كروي، شادو استغلت الفرصة وضربت الوحش ضربة عنيفة وكملت تضرب فيه بدون توقف. بينما أين كان فاكر إنه في مشكلة عشان مش قادر يقوي تقنياته صح. أرسولا قالت له إن مفيش حاجة هتتغير لو فضل على الدفاع بس، بينما هو بيفكر في طريقة يهجم على شادو من غير ما يأذي نيغان. بعدين لقى شادو بيستهين بيه وقال له إن الطريقة الوحيدة توقفه هي بالقضاء على صاحب الجسد اللي بيخدمه كوعاء، لكنه واثق انه مش هيقدر يعمل ده عشان احلامه عن انقاذ الكل وحماية القرية. حاول يقنع أين يتخلص من نيغان عشان يحمي الآخرين، لكنه رفض يتبع استراتيجية التضحية بشخص عشان مئات، وحاول يصرخ عشان نيغان يسمع صوته. لكن شادو قالت له إن قلبه اتقفل خلاص ومفيش حد يوصل له. بينما هو مستمر في الهجوم، اتفاجئ إنه لسه واقف رغم إصاباته، وقرب من شادو لحد ما مسك قميصه وقال له إنه لو عايز يساعد نيغان والكل. وبعدين ضربه بركلة قوية في راسه خلت شادو يقع. نيغان قاعد لوحده في أعماقه وبيتمنى معجزة تخليه يختفي تماما بعد ما اكتشف إنه سبب ضرر لناس كتير. بعدين سمع مشاعره ورغبته إنه يحمي شعبه وطلب منه يفكر كويس وما يستسلمش. بعدين سمع صوت أين بيناديه من بعيد، لكنه ما كانش عايز يتكلم أو يكمل يعيش تاني. أين قال له إنه عارف صدق مشاعره ورغبته إنه يحمي شعبه، وطلب منه يفكر كويس وما يستسلمش. نيغان افتكر إن سبب رغبته يحمي الكل هو لأنه كان عايز يكون زي أبوه. بعدين افتكر إن أبوه كان محبوب جدا والناس كانت محوطاه طول الوقت عشان يفرحهم، وإنه عايز يعمل نفس الشيء معاهم. نيغان افتكر آخر كلمات أبوه ليه وبدأ يعيط جدا بلا حول ولا قوة. القرويين كانوا بيتهاجموا من الوحوش لحد ما الفلاح ظهر وقدر يخلصهم من واحد منهم، وقال للجميع انهم يركزوا على عيون الوحوش لما يهاجموهم. وفهموا ان في حد بيتحكم في نيغان وقرروا يساعدوه يتحرر من سيطرة شادو. نيغان من ناحيته كان غرقان في افكاره السلبية وشاف ان شادو نجحت في خداعه وخلته يصدق ويشوف اللي يناسب مصالحها. بعد كده قرر يقوم تاني ويواجه الحقيقة الصعبة ويكمل دوره كحاكم للقرية. شادو حست ان في حاجة غلط معاه فابتعدت عنه وقالت له انه بيأذيهم باللي بيحاول يعمله دلوقتي. بعدين استخدمت قوتها تعمل هجوم اخير، لكنها اتصدمت لما لقت جسمه مش بيتحرك زي ما هي عايزاه.
وفهمت ان نيغان بيحاول يقاومها جوه جسمه اتقسم نصين، ونيغان اخد النص التاني وعبر عن شكر الأين على محاولته انه يساعده قبل ما يطعن نفسه ويضحي بنفسه عشان ينقذ الكل من شر شادو اتجننت من القرار ده. نيغان قالت له انه كان عارف ان ده مش وهم، لكنه عمل نفسه غبي لانه اعتبره صديقه وخدع نفسه واستغل ضعفه. وبعد كل اللي عمله نيغان لسه شايفه صديقه لانه انقذه وقت ما كان محتاج حد يقف جنبه. شادو استغربت ان نيغان لسه بيحبه واعتبر الوقت اللي قضوه مع بعض حقيقي. بعدين قالت له ان مجرد بيضك قدرت تتحكم فيه وتستخدمه زي ما هي عايزه، وضعفه هو اللي خلاها تسيطر عليه. قررت تهرب من جسمه وتموت لوحدها، وقالت له انها مش هتتصنع انها صديق ليه تاني. نيغان مات في الاخر، وشادو قدرت تهرب وقررت تتراجع وتعيد تقييم الوضع من بعيد قبل ما تعمل خطه جديده. قابلت ميا وفكرت انها هتكون ضحيه جديده ليها. لما حاولت تتحكم فيها انتهى بيها الامر ميته بعد ما ضربتها بموس من بعيد. وبعدين اتجهت ناحيه نيغان واستخدمت قدرات يوري عشان تعالجه، وبتطلب منه ما يستسلمش. رغبة نيغان في الموت كانت أقوى من علاج يوري، وفضل منعزل عن الكل جوه نفسه لحد ما شاف نور خافت فجأة بينور طريقه وبيظهر له إيد أبوه. لما مسك الإيد قدر يرجع للحياة تاني بعد ما يوري وأين عالجوا إصاباته. نيغان اتفاجئ إنه رجع للحياة بسرعة، وكان عنده شوية غضب إنه اتعالج، وقال لهم إن التضحية بحياته كانت الطريق الوحيد لتعويض غلطاته. لكن يوري قالت له إنها مش عايزة يتبع نظرية التضحية، ولدهشة نيغان الكرويين انضموا ليهم وقالوا له انهم ما كانوش هيستفيدوا لو سابوه يموت، وان الموت اصلا مش هيعوض غلطاته او يرجع اللي ماتوا للحياه، وانه هيعوض عن غلطاته بنفسه. نيغان فهم انه كان ضيق الافق لما فكر ان الموت هيديله غفران وهيخليه يشوف ابوه تاني. بدأ يعيط وهو قاعد قدامهم وبيشكرهم على اعطائه فرصه تانيه يعيش. في نفس الوقت قوة يوري اللي في أين بدأت تضعف، وفهم إنه وصل لحدوده. أين قرر يخلي الشياطين تدفع ثمن استغلالهم وتحكمهم في الضعفاء، وباقي الأرواح انضمت ليه عشان يطمنوا على أختهم. في نفس الوقت شادو بطريقة ما حاولت تهرب من جسمها الشيطاني، لكن للأسف بينا قبضت عليها وحبستها جوه حاجزها. بعدين أين قرب منها وكان عايز يسألها ليه نوعها بيصيدها. شادو رفضت في البداية، لكن لما شافت إن أين مش هيتردد يقتلها قررت تعمل صفقة معاه وتقول له كل اللي تعرفه مقابل حريتها. أين وافق على العرض، وشادو قالت له إنها كانت مأمورة من ملك الشياطين للقضاء عليه. قبل ما تخلص كلامها ماتت فجأة بعد ما انفجرت جوه الحاجز، وأورسولا اكتشفت إن في حد حاطط عليها تعويذة هتقتلها لو كشفت معلومات حساسة، وعشان كده هي ماتت. بالليل أين تأكد إن القرية بقت كويسة بعد موت الشيطان، وكل الناس عبروا عن شكرهم لمساعدته. ميا حست بالحزن إنه هيمشي، فوعدها إنه هيجي يشوفها تاني. نيغان انضم ليه عشان يشكره على كل اللي عمله ليه وللقرية، وبعدين طلب منه آخر خدمة إنه يوفر دعم كافي يخلي القرية توقف الهجمات من الوحوش، والكل وافق على الكلام. في اليوم التاني أين اتفاجئ بقرار الملك إنه بيعينه زعيم قرية بيرشيك بناء على طلب نيغان اللي سلم نفسه للسلطات عشان يعوض عن غلطاته ويساعد شعبه. ورغم اعتراضات كتير على إن شخص زي ده ياخد المنصب، الملك شايف إنه يستحق بعد الإنجازات العظيمة اللي عملها من ساعة ما بقى مغامر. أين ما قدرش يرفض وحس إن كل حاجة بتحصل فجأة. بعد كده لقى جاسبر بيقول له إنه هياخد مهام النبلاء، وهو يستخدم منصبه الجديد عشان يجمع معلومات عن المتاهات السرية ويبني علاقات جديدة. أين حس إنه خد أكتر من اللي توقع بعد ما بقى نبيل وزعيم قرية، وقرر يقبل منصب زعيم بريشيك. الملك قال له إنه بيخطو أول خطواته عشان يعترف بيه كبطل. في عالم الشياطين انتشر خبر موت شادو على إيد إنسان بسرعة البرق، وبدأ الشياطين يشكوا في قوة النبلاء وإنهم ممكن يستحقوا المكانة اللي اديتها لهم أساسا. وفي الوقت اللي الناس كانت بتتكلم فيه واحد منهم اتقتل بعد ما ادوه يانا اللي هي أعلى نبلاء الشياطين قطعت راسه، وقالت لهم إنها بتكره الضعفاء والمتغطرسين زيهم. وبعدين قررت تستخدم التاني كدمية للنقل. إكندا كانت بتتابع أين من خلال الكريستالة بتاعتها، وفهمت إنها هتتغلب لو ما قدرتش تهزمه. يانا جت جنبها ولاحظت إنها مركزة عليه زيادة عن اللزوم، وقالت لها إنه عنده عيون خاصة وإنه ما كانش هيقدر يهزم شادو وفالكو لو كان مجرد بني آدم عادي. يانا حست إنه مثير للاهتمام وحبت تختبر قوته في مبارزة، لكن إكندا قررت تكلفها بمهمة إنها تجيب واحدة من أرواح شجرة العالم ليها. وبينما هي بتدور على واحدة هتقدر تقابل أين وجها لوجه، وهو بيحاول كمان يلاقيهم. من الناحية التانية أليس دخلت أوضة أين وقالت له إن عندها حاجة مهمة تكلموا فيها. إخواتها افتكروا إنها هتعترف له بحبها، لكنها قالت لهم إن الموضوع جدي عن الأخوات اللي عايزة تناقشهم فيه. بعدين قالت إنها كانت بتستخدم قدرتها عشان تدور على شجر العالم من فترة، وقدرت تلاقي واحدة. ولما كانوا متحمسين يروحوا للشجرة أين يتفاجئ كمان إنها لابسة قناع عشان تختم قوة عين الشر بتاعتها، وقلق إنه هيواجه صعوبة في هزيمة الساكوبس رغم قوتها الهائلة. قرر يساعد ميس وكيريش ويواجه الساكوبس
يكوبس بنفسه. بعد كده أين وصل لشجرة المس في الغابة وحس إنها مشحونة بلعنات كتير، منها لعنة تخلي أي حد يدخل يضيع وما يرجعش، لكنه قدر يوصل مباشرة للشجرة عن طريق إنه مزج قدراته مع قدرة أليس. قرر يستخدم سرعته القصوى، ورولا قالت له إن وحوش الغابة مش أغبياء وهتتفادى قتله مباشرة لأنها عارفة قوته. قرر أين يجري بسرعة قصوى عشان يوصل للشجرة ومفيش حد يوقفه. واحد من وحوش الغابة حاول يهاجمه من وراه، فجأة حس بحاجة جاية عليه ولقى جيش من الذباب بيطير ناحيته متحكم فيه من ديموناس اسمها هورينت. ولما واحد من وحوش الغابة حاول يهاجمه من وراه، أمرت الذباب يخلصه عشان تستمتع بصيده لوحدها. قبل ما يصحى اختفت في لمح البصر، ولما جت اتطعن بسيف أين من وراه وقال له إنه عمره ما هيسامح الشياطين. بدل ما تموت، كمية ضخمة من الذباب خرجت منها وبقت جزء من الجيش اللي بيطير فوق الغابة بسبب قوتها الخارقة، لكن أين ما اهتمش بقدراتها وقرر يمحي كل الحشرات اللي فوقه. بعدين استخدم قوته الخارقة للهجوم على نطاق واسع، وضرباته السحرية نزلت على جيش الذباب. هورنت فهمت إنها هتنهزم لو استمرت كده، وقررت تهرب عشان تجمع قوتها من جديد. اتفاجئت ببوابة اتفتحت جنبها، فقررت تستخدمها للرجوع لعالمها، لكنها اتفاجئت بالست جوه البوابة وحست بالحيرة وشرحت لها سبب هروبها، إن أين أقوى من المتوقع. قبل ما تخلص كلامها، يانا بمجزوفة واحدة قالت لها إنها عديمة الفائدة. لما وصلت لعالم البشر لقت حد مستنيها وقدمت نفسها. أين فهم إنها الشيطانة اللي كيرش وأعجب بقدراته على استشعار سحرها حتى وهي مستخدمة حاجز سحري. قالت له إن التخلص من اللي زيه عادة بيكون شغل تابعيها، لكنها جت تخطف واحدة من أرواح شجرة العالم. أين أقسم إنه مش هيسامحها لاستهداف الأرواح، واتفاجئت لما ظهر وراها فجأة وبدأ يهاجمها. أين استمر يركلها لحد ما قدرتش تقوم، لكنها كانت مستمتعة بالألم. وبعد كده استخدمت أسلحتها وأطلقت وابل من الرصاصات السحرية عليه، لكنه قدر يصدهم ويفرقهم بضربة واحدة. يانا حست إن في حاجة غلط لأنها ما قدرتش إنها تتفادى الضربات اللي عادة كانت بتتفاداها، وقدراتها ما اشتغلتش ضده. قبل ما تفوق وقعت على الأرض بعد ما اتقطع راسها. أين قرب منها وقال لها إنه استخدم قدرة الاستنزاف في كل مرة ضربها، وده خلاها أضعف من وحوش الغابة. رفضت تصدق إن نبيلة كبيرة زيها تتغلب على إيد بني آدم، واستدعت بوابة الشياطين لعالمها ووعدت إنه المرة الجاية هيموت. أين ما حبش يسيبها تهرب، لكن أورسولا قالت له يركز الأول على تأمين كيرش وميس، فاستمر ناحية الشجرة زي ما أليس قالت له. لما وصل اتفاجئ إنه واقف قدام شجرة مغلفة كأنها شرنقة. أليس قالت له إنه هيلاقي الإخوات مستنيينه، وسرعان ما اتفتحت الشرنقة قدامهم ودخلوا جوه مع بعض. أين اتفاجئ إن جوه الشجرة كانت شبه قرية، وكيرش رحبت بيهم. ولما سألها عن ميس لقاها نايمة في سريرها. لما قرب منها كسر غصن شجرة تحت رجله وصوتها صحاه. لما شافت ميس بدأت تصرخ بلا توقف، فاكرين انه حرامي او شرير جه عشان يقتلها. أين ما كانش قدامه حل غير انه يصرخ كمان. حس انه في مشكلة لما بدأت ميس تعيط، وحاول يقنعها انه مش عدو، لكن تعبير وشه كان اخوف فكانت بتعيط اكتر. ووقفت بس لما يوري تدخلت. يوري خدت حزمة الورود من ايديها وحطتها في شعرها، ووعدتهم انهم هيكملوا عمل تيجان الورد سوا بعدين. ميس كانت سعيدة لانها شاركت نفس الاهتمامات. لما لاحظت أين قلقت وفكرت انه هو اللي كان بيطلق النار بره، لكن يوري قالت لها انه اللي طرد العدو المخيف وكان شخص كويس. اعتذرت له على وقاحتها. أين وهو بيلعب معاها اتحمس زيادة عن اللزوم واستخدم قدرته على القفز لمسافة عالية جدا. اخواتها توقعوا انها هتدخل نوبة بكاء لمدة اسبوع من التهور ده، بس لما رجعوا للأرض تاني اتفاجئوا انها مبسوطة وهي بتقفز عالي جدا، وقالت لها انها حطته في قائمة الاشخاص اللي بتحبهم. والاخوات ارتاحوا انها ما عملتش نوبة البكاء. لما أين سأل كيرش قالت له انها هتحترم رغباته ومش هتمانع اعترافكم، وقررت تهتم بالمكان في غيابهم. هو اتفاجئ انها مفيش نية ترافقهم. ولما قالت له انها مكلفة بحماية شجرة العالم هنا، قال لها انه عايز يحترم رغباتها زي ما عمل مع ميس، وسألها عايزة تعمل ايه، مش المفروض تعمل ايه. كيرش اتفاجئت برد فعله وانه قدر يعرف اللي جوه قلبها. بعدين أين قال لها انه هيساعد يحمي المكان ويحط حاجز ويسيب نسخة منه لو حصل اي حاجة. بعد كده كيرش قررت تسلمه النواة هي وميس عشان يقدروا يرافقوه في رحلته. بعد ما الاخوات اتجمعوا، أين حس بالفخر لانه قدر يوفي بالوعد اللي عمله ليوري. أورسولا قالت له انه لسه في 4 اخوات تانيين، وحطت ثقتها فيه انه يلاقيهم قريب. أين قال لها انه كان دايما بيكره نفسه وحس انه قليل القيمة وعنده افكار سلبية طول الوقت، لكن من يوم ما قابل يوري واخواتها حس انه قوي وعنده مشاعر دافية في قلبه، وده خلاه يقدر يقبل نفسه زي ما هو. بعدين عبر عن رغبته انه يكمل يحميهم ويحس بالفخر بنفسه. أورسولا افتكرت اول مرة شافته وازاي كان ناقص كل حاجة ودلوقتي بقى شخص تاني بيستعمل قوته للخير. ولما فهمت ده بدأت تعيط، بس مسحت دموعها بسرعة قبل ما أين يشوف. بعد ما ساعدته يحط النواتين في عينه، مستواه اتطور وقدر يقيم هالة الآخرين. بعدين كيرش قالت له انها بتلغي اي حاجة تدخل مجال رؤيتها،
واللي هو اكتسبه بعد ما حصل على النواة، ونصحته ما يستخدمهاش كتير لأنها بتستهلك طاقة كبيرة وصعب يتحكم فيها. أرسولا قالت له كمان إن قدرة تقييم الهالة هتعزز قوته الجسدية وهتخليه يقف قدام الشياطين الرتب العالية، وده السبب إنها ما خدتش القتال بتاعه بجدية من الأول. إكيدنا قابلت نبلاء هيرزوج عشان يناقشوا خطة القضاء على أين لأنه بقى تهديد لعالم الشياطين. بعد كده أين راح لقصر نيجان القديم وكان معاه الأرواح كلها وقال لهم إنهم هيعيشوا هنا سوا من دلوقتي. بعدين قرر يبدأ ينظف وينظم المكان عشان يتحول لبيت صالح للعيش، لكن طلب وقابل ردود فعل مختلفة منهم وده سبب فوضى في القصر كله. وزع المهام وقال لهم يخلصوا التنظيف قبل ما جاسبر يوصل بالحقائب. لما راح ينظف المكتبة مع أليس اعتذر لها انه ما عندهمش أكهاني معاهم ووعدها انه هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يجمعهم يوما ما. أليس فهمت إنها لوحدها تماما معاه وقررت تستغل الفرصة عشان تعبر عن مشاعرها، بس اتصدمت لما سمعت منه إنه بيبادلها نفس الشعور، وفهمت إنه كان يقصد إنه بيحب الكتب زيها، وده خلاها مبسوطة جدا وما قدرتش تخبي فرحتها. أين كان مستغرب من الهالة اللي حوالين المكان لأنه كان يقصد إنهم يتشاركوا حب الكتب. من الناحية التانية كورو دخل عشان يطمن على بينا، ولما شاف إنها بتستخدم سحر الوهم اتخدع هو نفسه إنها خلصت التنظيف. اتعصب جدا وهاجم النسخة بتاعتها اللي ارتعشت من الخوف وحاولت تبرر إنها كانت بتاخد بريك. يوري وأرسولا كانوا مسؤولين عن تنظيف الحمام، وفجأة يوري اتزحلقت وأرسولا جريت تحميها لكن خبطت راسها في الحيطة. يوري قالت لها تبطل تكون مفرطة في الحماية، بعدين عبرت عن إنها عايزة تجرب حاجات ما قدرتش تعملها قبل كده وإنها مستمتعة بكل حاجة جربتها مع أين، واكتشفت جوانب كتير في شخصيتها بفضله. أرسولا فهمت إنها هتكون كويسة طالما معاه. بعد شوية أين خلص التنظيف وحب يروح يطمن على الباقيين، لكن اتفاجئ بيوري لابسة فستان أنيق وقالت له إن الإخوات قرروا يعملوا حفلة استقبال لكيريش. هو انبهر بمظهرها وقال لها إن الفستان عاجبه جدا ولايق عليها قوي. هي فرحت وسحبته لغرفة السفرة، ولما دخل لقى كل البنات مستعدات يحتفلوا. يوري قالت له كمان إن الحفلة تعتبر كعربون شكر من الأرواح لكل اللي بيعملوا ليهم. أين اتصدم لما شاف الكل متزين كده وحس إنه عايش أرقى حياة في العالم. بعدين بينا جابت له بدلة جديدة عشان يبان أنيق معاهم، ولما لبسها قالوا له إنه شكله زي الأمير. بعدين قرروا يلعبوا ويرقصوا معاه وكلهم كانوا فرحانين جدا. في المساء يوري عبرت عن امتنانها لأين لأنها قدرت تجتمع هي وإخواتها تاني بفضله، وهو وعد إنه هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يلاقي باقي الإخوات. ولما تمنت إنهم يقدروا يفضلوا عايشين مبسوطين كده قال لها إن ده هيستمر لأنه معاها ومع إخواتها كل يوم أحسن من اللي قبله، وده خلاه فرحان جدا. ويوري كانت مبسوطة لأنه حاسس بنفس السعادة. وبكده تكون انتهت حكايتنا النهاردة. ما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش اللايك والكومنت على الفيديو عشان ده اللي بيشجعنا استمر. أشوفكم على خير الحكاية الجاية. سلام.